الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وان شاء الله السيشن دي تبقى نافعه عليكم. انا دكتوره بايا، مقدمه كورسز في البيولوجي والكيمستري والجيولوجي للستم وثانوي عام لسنه اولى ولسنه ثانيه ولسنه ثالثه. بقدم الكورسز بقالي 4 سنين اونلاين، وكنت قبلها شغاله سنتين اوفلاين من قبل الكورونا يعني يعتبر. انا بعمل في اول كل ترم محاضره تعريفيه علشان اعرفكم على المناهج بكل التفاصيل بتاعتها. انا اللي بقدم الكورسز دي. انا دكتوره صيدلانيه خريجه جامعه عين شمس، صيدله عين شمس دفعه 2023، وخريجه ستم معادي دفعه 2018. بعمل زي ما قلت لكم محاضره تعريفيه كل سنه لكل دفعه، بحيث ان انا اعرفهم احنا المفروض هنعمل ايه، انتوا تنتظروا ايه مني، ومفروض ان انتوا تعملوا ايه. المحاضره دي مالهاش علاقه بان انت هتاخد الكورس او لا. المحاضره دي انا هجاوبك ان شاء الله فيها على اسئله كتير قوي النهارده. هنتكلم على ماده البيولوجي وماده الكيمستري وماده الجيولوجي اللي انت المفروض هتدرسوا فيهم الترم ده بالتفصيل. المفروض كل ماده منهم ايه الصعوبات والتحديات اللي انت هتواجههم فيها وازاي تقدر تتغلب عليها. هنتكلم على طريقه المذاكره، ويعني ايه ريفرنس، ويعني ايه تست بانك، ويعني ايه ال او، ويعني ايه كونسبت وسكيلز والكلام ده كله. وبعد كده هنبتدي ان احنا نتكلم على الكورس، وان انت ازاي تقدر تستفيد من الكورس. هل ان انا اخد كورس في سنه اولى ده هياثر على قرايتي من الريفرنس؟ ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني لو انا اعتمدت بالكامل على الكورس؟ المفروض ان انا اكمل ايه لوحدي عشان ابقى استمر كامل متكامل، عنده سكيلز وكمان عنده علم وكمان بيقدر يجيب درجات عاليه، مش عنده سكيلز بس او ناقصه حاجه يعني. هنجاوب ان شاء الله على كل الاسئله دي النهارده. زي ما قلت لكم ان ده ملهاش علاقه انت هتاخد الكورس او لا، دي هتكون حاجه مفيده ليك سواء انت هتاخد او مش هتاخد، لان انا ان شاء الله هدي لك زي اجنده تقدر ان انت تستمر عليها في كل الاحوال. جميل. عايزه بس اعرفك في البدايه ان انت المنهج بتاعك اكبر 3 أو 4 مرات من المنهج بتاع ثانوي عام، وترتيب المنهج عندك مختلف عن ترتيب المنهج في ثانوي عام. وده مش حاجه تضغطك او حاجه تخليك ان انا لا مش هعرف اعمل ده، او ان انا كده هسقط، او ان انا لو خرجت بره فبصباع رجلي الصغير هعرف ان انا اجيب اعلى الدرجات. لازم تبقى عارف ان المخ بتاعنا انت بتدربه على اي حاجه هو هيقدر ان هو يتاقلم عليها. يعني انت لو خرجت في ثانوي عام وكان اقصى معلومات انت بتاخدها مثلا 3 معلومات، فانت كان بالنسبه لك الموضوع ده هيمثل صعوبه، وكنت هتفضل تذاكر في دول، وكان هيبقى عندك تحديات من نوع خاص. لو انت كملت في ستيم فانت مثلا هتاخد 20 معلومه، فده مش معناه ان انت هتبقى بتاخد حاجات اصعب من ثانوي عام في البدايه، بس مع الوقت انت هتتعود على ده. بالعكس هتبقى بالنسبه لك ده الاسهل اساسا وده اللي انت اتعودت عليه. بالعكس ده ممكن نظام ثانوي عام اساسا يبقى بالنسبه لك مشكله ان هم بيحتاجوا يحفظوا كل حاجه مثلا بالديتيلز، لكن انت في حاجات مش هتبقى مضطر ان انت تحفظها زيهم. كل الاحوال انا عايزاك تبقى عارف ان ايا كان اللي انت هتدرب مخك عليه هو هيمشي عليه، واللي انت عملته ده مش هتبقى حاجه اصعب من اللي قبليك. اللي قبليك عملوا ده، اللي قبليك قدروا ان هم يحفظوا معلومات، وقدروا ان هم يذاكروا من الريفرنس، وقدروا ان هم يحلوا اكثر من 1000 سؤال في الترم، قدروا ان هم ينتظموا في الكورسز، او قدروا ان هم يذاكروا من غير الكورسز. ايا كان، انا مش بقول ان الكورس هو الوسيله الوحيده للنجاح، لا، بس انا بتكلم ان هو هيوفر عليك طرق كتيره جدا. في كل الاحوال احنا قبل ما نبتدي اي ترم لازم نبقى عارفين ايه اللي هيواجهنا بالظبط في الترم ده، وايه المنهج وايه ترتيبه، عشان ما يبقاش انا بذاكر وخلاص. انا بشوف ان كل ما الواحد يكون مربط الدنيا ببعض ده هيبقى بالنسبه له احسن بكتير. فنبتدي ان احنا نتكلم عن كل ماده ايه المحتوى بتاعها، وبعد كده هنتكلم على الريفرنس والليرنينج اوتكم وبيتذاكروا ازاي والكلام ده كله. فاول حاجه هنبتدي بماده البيولوجي، بعد كده نتكلم على الكيمستري، وكده نتكلم على الجيولوجي، الترتيب الابجدي يعني BCG. نبتدي اول ماده بالبيولوجي. البيولوجي الترم ده هي بشكل اساسي عايزه اتعرفك على الديزيزز او الديز اوردرز اللي موجوده في العالم، الامراض والمشاكل اللي موجوده في العالم. زي ما احنا عارفين ان انت في اول ترم المفروض ان انت تكون بتتعرف على الايجيبت جراند تشالنجز، او الايجيبت جراند تشالنجز مش عارفه اكلمكم عنها في المدرسه ولا لا، اللي هي المشاكل اللي بتعاني منها مصر، اللي هي الجوع، الفقر، مشاكل في التعليم، مشاكل في الصحه والى اخره. فالمناهج بتاعتك المفروض ان هي تكون متوافقه مع ده. لما نيجي نتكلم على الجيولوجي فاحنا نكون بنتكلم على الصخور والى اخره، عشان لما تيجي تبني بيها وتبقى انت عارف ايه نوعيه الصخور اللي بيتم البناء بيها. لما نيجي نتكلم على حل المشاكل فانت لازم تبقى عارف المشاكل السكانيه اللي الناس بتعاني منها من ناحيه الصحه، من ناحيه ان في امراض كثيره جدا منتشره، وان الزياده السكانيه او الاربن اللي هي الازدحام السكاني يعني بيبتدي ان هو يعمل مشاكل، ويبتدي ان هو يزود احتماليه ان الناس تصاب بامراض. هو علشان كده هيبتدي ان هو يدرس لك الديزيز الترم ده، ويعرفك على كل مرض منهم ايه الاحتماليات بتاعه تواجده وايه المفروض الظروف بتاعته. بس الديزيز مش هي الكور ستادي بتاعك، يعني الديزيز هتبقى موجوده في صوره حاجه اسمها كيس ستادي. يعني ايه كيس ستادي؟ يعني احنا هندرس المنهج بتاعنا عادي جدا، هندرس مثلا الخليه او السيل بكل المحتويات بتاعتها، وهيبقى عندنا كيس ستادي عليها. الملاريا مثلا هندرس البلازما ممبرين او الغشاء بتاع الخليه بكل التفاصيل بتاعته. بعد كده مثلا يبقى عندنا كيس ستادي الدايابيتس او السكر. في كل الاحوال هيبقى شويه ليهم علاقه ببعض، يعني شويه شويه هيبقى المرض ده ليه علاقه بالوحده اللي احنا بندرسها او بالال او اللي احنا بندرسه. بس خلينا بعيدا عن الديزيزز، خلينا الاول نعرف ان المنهج بتاعك ماشي ازاي. بيقول لك يا سيدي بما ان احنا بنتكلم على الامراض فلازم يكون انت بتدرس الحاجه اللي بيحصل فيها المرض. ايه الحاجه اللي بيحصل فيها المرض؟ السلب. يعني في الحقيقه لما انا اللي بعيا
ايه بالظبط اللي فيا بيعيا؟ السيلز بتاعتي. فهو في البدايه هيكون بعد ما يكلمك عن شويه يعني شويه تفاصيل او شويه مقدمه والعالم بيعاني ازاي، هيبتدي اول حاجه ان هو يعرفك على الميكروسكوب. بعد ما هيعرفك على الميكروسكوب هيقول لك ان ده احسن وسيله ان احنا بنقدر نشوف بيها السيلز وبنقدر نتعرف بيها على العالم. طبعا هيكون في شويه ثيوري واحنا ازاي عرفنا الميكروسكوب، والعلماء اساسا ازاي اكتشفوا ان في حاجه اسمها سيل وهكذا، عشان يدرب في مخك الطريقه بتاعت الساينتفك ميثود. يعني ايه ساينتفك ميثود؟ يعني طريقه التفكير المنطقي، او اللي هي بتاعت الاي دي بي بتاعت الكابستون، اللي انا ازاي لو عندي مشكله اقدر احلها المشكله دي بالتفصيل. فعشان كده هتلاقي في المنهج بتاعك في الكيمستري في البيولوجي في الاول هيكلمك هم ازاي اكتشفوا السيل او ازاي اكتشفوا الاتوم. المهم يعني بعد ما اكتشفوا السيل واكتشفوا ان احنا عندنا انيمال سيل وبلانت سيل او الخليه الحيوانيه والخليه بتاعه النبات، هيبتدي الخليه النباتيه. فيبتدي بقى ان هو يكلمك في البدايه على اطول ليرنينج اوتكم عندك في المنهج اللي هو السيل. هيبتدي ان احنا ندرس ليرنينج اوتكم طويل جدا. ليرنينج اوتكم ده تقريبا بيمثل يونت ونص في ثانوي عام بره. المهم يعني ان احنا ندرس تفاصيل كتير قوي السيلز وكل المكونات بتاعتها وكل مكون منهم بيعمل ايه بالظبط. هيبقى السيل بالنسبه لنا عامله زي مصنع كبير او مدينه كبيره، والمدينه دي فيها مكونات كتيره وكلهم بيتعاونوا مع بعض عشان يطلعوك بالهيئه الجميله دي. فنبتدي بقى ان احنا ندرس في كل الديتيلز بتاعت السيلز وكل الكومبوننتس بتاعتها. وهيكون عندنا كيس ستادي في الحاله دي على الملاريا. بعد كده هنبتدي ان احنا نتعرف على المكونات بتاعت الخليه كل واحده منهم بالتفصيل. يعني انت خلاص عرفت كل المكونات بتاعت السيل بشكل عام وعرفت الوظيفه بتاع كل واحد منهم وازاي بيقدروا يتكاتفوا مع بعض. هنبتدي بقى ان احنا ندرس كل جزء منهم. فهنبتدي في ال او 3 او الوحده الثالثه في ان احنا نتعرف على البلازما ممبرين. ايه البلازما ممبرين ده؟ الغشاء بتاع الخليه. هيبقى عندنا ليرنينج اوتكم كامل على الغشاء بتاع الخليه. وعايزه اقول لك ان ده من اهم الليرنينج اوتكم اللي هتفرق معاك في فهم سنه ثالثه، وان شاء الله اللي هيكمل منكم علم علوم. ال او ده هيكلمك ان جسمك رائع. الخليه الصغيره دي يعني عندها انتقائيه رهيبه، سلكتيفيتي غبيه، مش بتخرج اي حاجه ومش بتدخل اي حاجه، وعندها انتقائيه تخليها تعرف تفرق كل حاجه عن الثانيه حتى لو هم شبه بعض جدا. فنبتدي بقى احنا نعرف البلازما ممبرين ده الكومبوننتس بتاعته ايه ومتكون من ايه، ويا ترى هو بيعمل كده ازاي، ويا ترى هو ايه بالظبط اللي بيحصل فيه لما احنا بنمرض. يعني رغم ان احنا هو فتيك قوي كده يعني واللي هو مفيش منه اتنين، احنا ليه بنعيا؟ فهنبتدي بقى احنا نشوف المشاكل بالظبط اللي بتتعمل فيه لما احنا بنعيا. بعد كده هنبتدي ان احنا نتكلم في ال او 4 عن المحرك الاساسي في جسمك الا وهو الدي ان ايه. الدي ان ايه او الماده الوراثيه هي السجل اللي موجود في كل خليه عندك، اللي موجود فيها كل حاجه في جسمك تتم ازاي. طبعا انا عارفه ان في حاجات كتيره ممكن تكون طلاسم بالنسبه لكم بس ان شاء الله هتتفهم مع الوقت. انا بس عايزه اقول لك ان جسمك كل حاجه فيه بتتم من خلال القاموس اللي موجود في الدي ان ايه. الدي ان ايه ده كده عامل زي اجنده الدوله او زي اجنده الجسم بتاعك. شعرك هيبقى لونه ايه، الاكل هيتهضم في معدتك ازاي، لون عينيك هيبقى ايه، صبغه جلدنا هتبقى لونها ايه، بتتحرك ازاي، ايه نوعيه الامراض اللي عندك، المناعه بتاعتك شكلها عامله ازاي، تحسسك للكلام عامل ازاي، او تحسسك بشكل عام للامراض هيبقى عامل ازاي. في حد هتلاقي مناعته قويه وفي حد هتلاقي مناعته ضعيفه. جسمك ذات شخصيا يعني بيتعامل مع نفسه ازاي جسمك بيقدر يتنفس، كل الكلام ده موجود في الدي ان ايه. جسمك مش بيعرف يتعامل من غير وجود الدي ان ايه. ففي ال او 4 احنا نتعرف على الدي ان ايه بالتفصيل وهنعرف المكونات بتاعته. ومن مميزات المنهج ان الكلام ده لو انت ذاكرته كويس هتلاقي ان هو نفس المنهج ده موجود عندك الترم الثاني بس بتفاصيل اكتر السنه الجايه، وهوضح لك اكتر بس كمان شويه. الدي ان ايه هو الاجنده بتاعت الدوله، بس الاجنده بتاعت الدوله موجوده باللغه الهيروغليفي، وجسمك مش بيفهم اللغه الهيروغليفي، جسمك بيفهم العربي. ايه بقى العربي ده؟ اللي هو بروتينز. فاذا الدي ان ايه هو اهم حاجه في الجسم، هو اللي موجود فيه الاجنده بتاعت كل حاجه، بس البروتينز هي الترجمه بتاعت الدي ان ايه. فيبقى عندنا ليرنينج اوتكم كامل عن البروتينز. بعد كده هيبقى عندنا ليرنينج اوتكم عن التكاثر بتاع الخليه او عن الميتوزس والميوزس بتاعها. يعني انت عندك الخليه الجميله دي انت درست الكيان بتاعها، عرفت هي السيل الكومبوننتس بتاعتها، بعد كده عرفت البلازما ممبرين بتاعها او الغشاء بتاعها، عرفت الحاجه اللي بتتحكم في السيل وفي كل الحاجات اللي هي الدي ان ايه، وعرفت الترجمه بتاعت الدي ان ايه اللي هي بروتين. حان الوقت بقى ان احنا نعرف هو السيل دي ازاي بتفضل تحافظ على الكينونه بتاعتها، ازاي بيبقى عندنا سيلز كتير وكلهم يكون عندهم نفس الحاجه. فنعرف ده عن طريق الميتوزس والميوزس في ال او 6. بعد كده هيبقى عندنا في ال او 7 حاجه اسمها الخلايا الجذعيه او الستم سيلز. الستم سيلز او الخلايا الجذعيه دي المقصود بيها ان في ناس بيكون عندها مشاكل او بيبقى عندها دمار في جزء معين من الخلايا. فاحنا بيكون الحل اللي عندنا ان احنا نزرع لهم خلايا جذعيه، بحيث ان مثلا لو هو عنده مشكله في النخاع بتاعه فاحنا نزرع له نخاع جديد، لو عنده مشكله في الشعر بتاعه نزرع له شعر جديد، وهكذا بقى لحد ما احنا مثلا عايزين نزرع قلب كامل او نزرع كبد كامل او ليفر كامل. فكل الكلام ده بالستم سيلز. طبعا التوبيك ده مش هعرف اتعمق في وصفه قوي لان هو ديتيلد شويه.
بعد كده هنتكلم في اخر ليرنينج اوتكم في المنهج الا وهو عن الفيروسز. هيجي يقول لك يا سيدي احنا هنتكلم عن اخر كائن حي ومش حي. الفيروس ده كائن عايش ومش عايش، وهنعرف ليه لما نوصل له. بس المهم ان الفيروسز من الكائنات اللي رغم ان هي يعني مؤثره في حاجات كتيره جدا في حياتنا، مسببه لاكبر عدد من الامراض، مميته بشكل غير متصور. والكورونا ده تعتبر هبل جنب اللي قبل كده عملوا مثلا الطاعون، او اللي عملوا الفيروسز اللي قبل كده الانفلونزا الاسبانيه والانفلونزا الروسيه وكل الانفلونزات بقى اللي انت بتسمع عنها. ده يعني ايه؟ ده كورونا كيوت جنبهم. يعني حتى لما نيجي ندرس هنلاقي ان كورونا موت اقل عدد مقارنه بالحاجات التانيه. فلازم هنعرف الفيروس ده الكومبوننت بتاعته، رغم ان هو كائن مش عايش، يعني هو تصنيفه ان هو كائن غير حي، ازاي بيقدر يعمل كل الكلام ده؟ ازاي الفيروس بيقدر يأذي البكتيريا ويأذي الانيمالز ويأذي البلانتس ويأذينا ويأذي أمة لا إله إلا الله؟ ازاي بيعمل كل الكلام ده رغم ان هو كائن مش عايش؟ وهو ليه كائن مش عايش؟ وازاي ان احنا بنقدر نحمي نفسنا منه؟ والامثله ده في خلال الكلام ده هتاخد زي ما اتفقنا كيس ستاديز عن الديزيز. الكيس ستاديز هتبقى ملاريا، تيبركلوزز او الصل، الديابيتس او مرض السكر، هيبقى عندنا هنا عن ايه؟ هيبقى في مرض كده بيصاب بيه الانسان عمى. ده حاجه جيناتيك، يعني هيبقى ليها علاقه بالوراثه، بالعمى. وبعد كده هنتكلم عن مرض الكانسر. بعد كده هنتكلم عن انهي ديزيز الثانيه. بعد كده هيبقى في تقريبا ديزيز عشان هم بس بيغيروهم كل سنه. هناخد البلهارسيا برضو، وهناخد السيكل سيل، وهناخد ناخد حاجات كتيره يعني. بس المهم ان هو اخر هنكون بنتكلم فيه عن الفيروسز بشكل معمق يعني. وهنكون بندرس الفيروس اللي هو بيسبب الاسهال والقيء، او اللي هي الفوميتنج والدياريه. وهناخد فيروس تاني اللي هو تقريبا بيسيب الاطفال بس او كده. المهم يعني هو الكلام ده بيتغير شويه كل سنه، بس هي دي الامراض الاساسيه اللي انت هتاخدها، وده ترتيب المنهج الاساسي. المنهج بتاع البايو انا عن نفسي بحبه جدا، بستمتع بيه جدا بتدريسه، لان الصراحه انا بستمتع وانا باسسكم، اللي هو انا بعرفكم يعني ايه سيل، بعرفكم يعني ايه بلازما ممبرين، بعرفكم يعني ايه دي ان ايه. فلما ان شاء الله بنيجي الترم الثاني في سنه اولى، فالمنهج هيكون نسبيا مرتبط ببعضه. يعني احنا في الترم الثاني من اتقل من اتقل السنين اللي في الترم هي سنه اولى الترم الثاني في البيولوجي والكيمستري. صراحه ترم تقيل جدا يعني، بس بسيط يعني ان شاء الله لو انت اجتهدت. المشكله اللي بتحصل في الترم الثاني ان في ناس كتيره ممكن ما تكونش اتاسست كويس في سنه اولى الترم الاول، او ما ذاكرتش كويس، او ما كانتش عارفه تذاكر صح، بتفضل تجرب مع نفسها كتير ومثلا بترفض ان هي تسمع جايد او كده. فالموضوع للاسف بيوصل ان هو انا ببقى فاكر ان انا ذاكرت صح، او يعني برفض الاستعانه باي شكل من الاشكال. مش شرط الاستعانه ان انت تاخد كورس، انت بترفض حتى ان انت تسال انا ماشي صح ولا غلط. بترفض مثلا تسال ان هو زمايلك اللي في الكورس او زمايلك اللي كانوا بياخدوا كورس، وما يا ترى يعني انا دلوقتي ماشي صح ولا غلط. فالمشكله ساعتها بتحصل ان انت لما تيجي بقى تخش على الترم الثاني ده المنهج تقيل شويه، لان احنا الترم الثاني بندرس حاجه اسمها البايو كيمستري. بايو كيمستري يعني احنا بندرس ميكس ما بين الكيمستري والبيولوجي. اللي مش متظبط في البيولوجي، انا مش متظبط في الكيمستري بيعاني شويه. ده مش معناه ان انت لو ما كنتش بتاخد معايا الترم الاولاني مش هتعرف تاخد معايا الترم الثاني، مش المقصود. انا كده كده باسسك كويس. بس انا دايما بلاحظ ان في فرق جذري ما بين الطلبه اللي بتكون متاسسه كويس والطلبه اللي الدنيا لسه مش متظبطه معاها، او اللي لسه بيبتدوا مذاكره اول مره. في كل الاحوال هتلحق الدنيا يعني. في كل الاحوال وانس ان انت هتبتدي الدنيا هتبقى متظبطه. بس انا بكلمك ان انت حاول تجتهد من البدايه، الدنيا عندك تبقى متاسسه صح. الترم الثاني انت هيبقى عندك حاجه اسمها البايو كيمستري. هنبقى معتمدين بشكل اساسي على معلوماتك في السيل وعلى بلازما ممبرين ودي ان ايه وبروتينز. بقيه الحاجات مش هتلزمنا قوي الترم الثاني. بس المهم ان احنا هندرس البلانتس بتفاصيل اكتر، وهندرس حاجه اسمها الايكولوجي. الايكولوجي اللي هو علم الطبيعه، مين بياكل مين ومين بيشرب مين ومين بيتغذى على مين، وعلاقات تبادل المنفعه او سيمبيوزز والكلام ده كله. بعد كده انت هيبقى عندك السنه الجايه في سنه ثانيه الترم الاولاني هيبقى عندك الدي ان ايه او الجيناتكس بالتفصيل. هنكون بقى بنتكلم على مندل والوراثه وتفاصيل كتير قوي تخص البايوتكنولوجي، او التكنولوجيا في علم البايو. التكنولوجيا في علم البايو اللي هي سنه ثانيه الترم الاولاني، تقدر تتاكد من الكلام ده من زمايلك في سنه ثانيه. بتعتمد على علمك في السيل وعلمك في الدي ان ايه وفي البروتين وفي الميتوزس. فانت بالتالي لو انت بتذاكر الحاجات دي كويس في سنه اولى ومحتفظ بيها هتفرق معاك جدا في سنه ثانيه. اركن بقى سنه اولى وسنه ثانيه خالص، يبقى انا جايه هنا علشان اتعلم وازود مهاراتي، ومش ناوي اخد دروس غير في سنه ثالثه. الفكره ان انت في سنه ثالثه، مش عارفه انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا، انت بيبقى عندك في سنه ثالثه الامتحان في الورقه بتبقى متقسمه جزئين. جزء اسمه تي او سي، وجزء اسمه انفنتوري. ده المنهج بتاع سنه ثالثه. معلش انا ما قلتلكمش الكلام ده قبل كده، بس انا كنت محتاجه بس وقت علشان انتوا استوعبتوا شويه معلومات. فانت ما عندك في سنه ثالثه بتبقى الورقه عندك مقسومه نصين. نص بتمتحن فيه على منهج اولى وثانيه، ونص ثاني بتمتحن على منهج سنه ثالثه. منهج سنه اولى وسنه ثانيه بيمثل نسبه اللي هي النص بالظبط، وتي او سي لو منهج سنه ثالثه بيمثل النسبه الثانيه، او اللي هي يعني ماشي هي نفس الفكره.
فهي الفكره ان انت كل ما هتكون مذاكر كويس قوي في سنه اولى وفي سنه ثانيه. يعني انا الحمد لله برضو بدي سنه ثالثه. الطلبه اللي معايا من سنه اولى، يعني انا فعلا بلاحظ عندهم بشكل واضح ما شاء الله الله اكبر يعني عليهم، انا يعني فعلا بفاجئ بيهم. بيبصوا على السؤال بيحلوه، لان هم في متاسسين. وفي طلبه برضو اللي هي كانت بتذاكر لوحدها من سنه اولى وبتذاكر كويس وملخصه الكلام عندها. برضو عايزه انبه على حاجه، مش شرط عشان تطلع من الاوائل تكون بتاخد كورس. مش شرط عشان كنت تتقبل في ستيم ان انت تاخد كورس. بس ان انت تاخد كورس بيوفر عليك طريق طويل، وبيوفر عليك حاجات كتير، وبيخليك تتاكد بالذات ان الدنيا في ستيم زحمه. لكن هل في ناس ما بتاخدش الكورس وبتطلع من الاوائل؟ اه. هل في ناس ما بتاخدش الكورس وبتبتدي ان هي تجيب مجاميع عاليه؟ اه. هل في ناس بتاخد الكورس وبتجيب مجاميع عاليه؟ كتير. فاللي انا بس عشان ما حدش يفتكر ان انا يعني اللي هو بقول انتوا من غير الكورس هتفشلوا. انا عايزه بس النقطه دي تبقى واضحه بالنسبه لكم. المهم، ايا كان انت تاخد كورس او لا، فانت محتاج ان انت في سنه ثالثه تكون مذاكر كويس سنه اولى وسنه ثانيه، عشان ما يبقاش الموضوع عبء عليك. ما تبقاش انت بتذاكر منهج سنه ثالثه وكمان سنه اولى وسنه ثانيه ما تكونش انت ذاكرتها فبتعيد مذاكرتها. من الحاجات برضو اللي انا حابه ان انا اعرفك بيها، ان في سنه ثالثه لو انت كنت بتاخد معايا في سنه اولى وسنه ثانيه، فالكورس اللي انت هتاخده معايا في سنه اولى بيفضل متوفر معاك لحد سنه ثالثه، مش بمسحه ومش بخليك تدفعه تاني مثلا. المهم، ان ده كده المنهج بتاع البيولوجي. المنهج بتاع البيولوجي يعني مشكلته بقى، تعالى كده نشوف التحديات بتاعته والمميزات بتاعته. اولا المميزات بتاعته ان هو منهج لذيذ جدا. هتحس ان انت دكتور صغنطط كده في البيت، هتحس ان انت فاهم كتير عن الديزيزز وفاهم كتير عن المكونات. هتحس ان في بعض الناس لما بتتناقش معاك في حاجات معينه تحس ان انت فاهم، تبقى مبسوط، هتبقى فخور بنفسك يعني. هتحس ان اللي انت بتتعلمه ليه ابلكيشن على ارض الواقع. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك ان انت لو ذاكرته كويس فالدنيا هتفرق معاك في السنين اللي جايه. الفكره بقى في ان انت لو يعني المشكله بقى في البايو ان هي بتكون مليانه شويه ديتيلز، مليانه شويه معلومات، والانجليش ممكن هيسبب لك مشكله شويه في الاول. طبعا دي مش مشكله دايما، دي مشكله مؤقته وبتزول مع الوقت يعني زي ما بنقول. بس الفكره ان انت عايزاك تبقى عارف ان الصعوبه اللي انت هتواجهها في الاول اصبح بالصعوبه اللي انت بتواجهها لما تيجي تتمرن. زي كده لما احنا بنروح الجيم في الاول بتبقى عضلاتنا وجعانه، بس مع الوقت بتطلع لنا عضله. لكن انت لو فضلت بتتالم لا انا مش قادر اعمل كده، انا مش قادره اذاكر، الدنيا صعبه جدا، انا حاسس ان انا هسقط، يا جماعه ساعدوني. لو انت فضلت تعمل كده، يعني في ناس يعني بجد بتبقى سلبيه، يعني انا مش عايزه السلبيه. اه الدنيا صعبه بس عادي، ما هي يعني في ناس جايه من مدارس حكومي عربي اللي كانوا بيبقوا 70 واحد في الفصل وفي الاخر بقوا ما شاء الله بيطلعوا من الاوائل. في ناس جايه من منطقه ما كانش فيها تعليم او كانوا تعليم منازل. انا بقول لك يعني اقل صوره ممكن يكون حد وصل لها في التعليم، و وما شاء الله بيطلعوا كويسين. وانا هنا مش بقول الناس دي وحشه والناس دي حلوه، عشان بس مش عايزه الكلام تطرق لنواحي تانيه. بس انا بكلمك انه ما تبقاش سلبي. مش كل ما تواجهك مشكله، مش كل ما تلاقي نفسك اللي هو ايه، يا جماعه انا هخلص ال او في يوم. يا جماعه هخلصه في يوم ازاي؟ ازاي يعني؟ انا شخصيا في الكورس بدرس ال او في 2 سيشن، كل واحده منهم 3 ساعات. انت تخلصه في يوم هتذاكره لوحدك ازاي؟ او حتى لو انت ذاكرته، فحط دايما منطلق ان انا في الاول طبيعي هواجه صعوبات، طبيعي الدنيا مش هتبقى بالنسبه لي احسن حاجه في الاول، فطبيعي ان الحاجه هتاخد مني وقت اكتر من اللي انا متوقعه. طبيعي ان انا هحتاج مجهود سواء انا هاخد الكورس او لا. الكورس مش هيوفر عليك حته المجهود، يعني الكورس يعني هيخليك ان انت تبقى احسن وتفهم احسن وتبقى على طريق صحيح اسرع. وهحاول ان انا احفظك الكلمات، بس انت لو ما ذاكرتش بعدها وما قعدتش تحل الحاجات اللي انا بحطها لك وانت ولا كانك هتعمل حاجه. معلش يعني، انا مش باكلك العلم بمعلقه في بقك. فهي الفكره كلها ان انت محتاج تجتهد، والاجتهاد ده مؤلم بس ممتع. الالم الممتع فعلا بيبقى متمثل في ان الواحد بيتعب وفي الاخر ان شاء الله هلاقي ان ربنا بيرزقه بحاجات كتير قوي. بس انا بقى دلوقتي من كل الكلام ده، التعب اللي هتحس بيه في الاول طبيعي، ده بس الجمله اللي انا عايزه اخرج بيها دلوقتي. تمام. ده كده بالنسبه للبايو. هنيجي بقى نتكلم دلوقتي على ماده الكيمستري، وهي حقيقي انا عشان دكتوره صيدلانيه فبرضه من المواد اللي انا بحبها جدا جدا الصراحه. فتعالوا بقى نتكلم في الكيمستري. ماده الكيمستري احنا بنعتبرها ام العلوم. طبعا الناس بيعتبروها ام العلوم، بس انا بالنسبه لي يعني وبعض الناس اللي زي كده كيمستس زي بيعتبروا الكيمستري ام العلوم. ليه بقى؟ لان الكيمستري بتعلمك حاجه مش هيعلمها لك بقيه الفروع بتاعت الساينس. بتعلمك الاكيورسي والبريسيشن. بتعلمك ان مفيش حاجه ينفع تحصل الا بدقه شديده، والا تعملها على اكمل وجه على قد ما تقدر. بقيه الساينتست هتلاقي ان احنا ممكن بنفترض في حاجه، ممكن بنتعلم حاجه، لكن العلم بتاع الكيمستري هو اللي فعلا هيعلمك الدقه. ففي اول ليرنينج اوتكم خالص في الكيمستري احنا هنكون بنتكلم على اصول العلم. يعني ايه accuracy، يعني ايه precision، يعني ايه دقه، يعني ايه تعرف تحسب، ازاي تستخدم التولز، ازاي تقدر ان انت تكون accurate فيهم، ازاي تقدر تسجل الحاجات بتاعتك في جرافس وتقرا الجرافس دي ازاي، يعني ايه dependent variable و independent variable types of variables بشكل عام. يعني ايه ان انا دلوقتي عايز اسجل الحاجات دي فهسجلها بحاجه اسمها significant figure. يعني ايه dimension analysis، هعمل analysis ازاي، هكون chemist ازاي.
الساينتست دول كانوا بيعملوا ايه على مدار التاريخ، والكيمستري ده ساينس عامل ازاي، ويعني اشمعنى دلوقتي الساينتفك ميثود دي بالذات هنتعلمها في الكيمستري، ازاي انا هقدر افكر في حل المشكله، وازاي هوصل لها، وازاي اتاكد ان انا ماشي صح. كل الكلام ده هنعمله في اول ليرنينج اوتكم في الكيمستري. بعد كده بقى في تاني ليرنينج اوتكم هيقول لك خلاص انت بقيت كيمست، بقيت راجل كده ايه يعني منظم ومحترم، يلا بينا جينا بقى نتكلم على الكيمستري. وحده البناء بتاعت الكيمستري او البيلدنج يونت بتاعت الكيمستري هي الاتوم. فاحنا لما هنيجي نتكلم اول حاجه لازم هنتكلم على الاتوم. هنيجي نتكلم على الاتوم وعلى هم ازاي اكتشفوا الكومبوننتس بتاعتها. انت تعرف ان الاتوم هي عباره عن نيوكليوس في النص وجواها بروتونز ونيوترونز وحواليها الكترونز. الشكل بمناسبه الشكل ده غلط اساسا. الشكل اللي هو نقدر نقول البسيط ده هم وصلوا له ازاي؟ الشكل ده هم وصلوا له في 1800 سنه. فهم احنا بقى نقعد ندرس رحلتهم في ال 1800 سنه دول، درسوا الموضوع ازاي. وطبعا الموضوع مش بيبقى صعب، لا يعني هو هنعرف هم ازاي عرفوا الشكل بتاع الاتوم، ازاي عرفوا ان في بروتونز، ازاي عرفوا ان في الكترونز، ازاي بنقدر نتاكد، والاكسبيرمنتس بتاعتهم. هيبقى الليرنينج اوتكم ده تقيل شويه، بس في نفس الوقت هو هيكون بيعرفك هو الساينتست ازاي بيفكر، عشان في يوم من الايام ان شاء الله انت تفكر زيه. الساينتست ده ايه اللي لفت نظره؟ ايه اللي يعني انت دايما نيوتن وقع على راسه التفاحه، ايوه يا جماعه عمل ايه يعني؟ روح البيت قام عمل كل الكلام ده يعني؟ مع اعتذار طبعا بتوع الفيزيكس، بس يعني عمل ايه؟ احنا بقى عندنا هنا هنعرف بالظبط هو عمل ايه، وايه الاكسبيرمنت، وايه التحديات اللي واجهته. طبعا في الليرنينج اوتكمز دي انت هتواجه مشكله يا بايا، ايه اللي هيجي في الامتحان، انا بذاكر ازاي بالظبط. طبعا على قد ما اقدر بقول لك الكلام ده بيتم ازاي بالظبط، وايه التلخيص اللي بيتم في الكورس، وهقول لك النظام بتاع الكورس كمان شويه. بس الفكره ان من احد المشاكل اللي انتوا بتواجهوها في البدايه ان انتوا بتبقوا مش متخيلين ان في حاجات في المنهج ممكن مش هتجيلك بشكل مباشر في الامتحان، بس هي بتساعد في تغيير المنتاليتي بتاعتك. يعني ايه؟ يعني هو في الامتحان مش هيجي يقول لك اكتب لي الاكسبيرمنت بتاعت رازرفورد مثلا، مش هيقول لك اكتب لي الاكسبيرمنت، بس هو هيقول لك، هيسالك سؤال بطريقه ان انت يعني لو بتفكر زي رازرفورد فانت تعرف تجاوب على السؤال ده، لكن لو انت كنت عمال بتحفظ رازرفورد عمل ايه فانت مش هتعرف تجاوب السؤال ده. فهي الفكره ان في ناس منكم للاسف في الاول في الكورس يعني ممكن تخلصي كده وانا مش عايزه افكر انا بالطريقه بتاعتهم، ممكن تقولي لي ايه اللي بالظبط هيجي في الامتحان. فانا بس بنبهكم من البدايه، سواء انت هتذاكر لوحدك او هتاخد كورس، ادي لنفسك فرصه ان انت تغير المنتاليتي بتاعتك وطريقه تفكيرك، عشان باذن الله ده هيفرق معاك في الكابستون وفي المناهج وفي الامتحانات. وكل ما هتبقى ستيمر اكتر تعرف تفكر بشكل احسن، ده هيفرق معاك في كل حاجه في حياتك. تمام؟ فانا بالنسبه لي في الكورس من اكتر الحاجات فعلا بحبها ان انا اسس المنتاليتي. يعني فعلا من الحاجات اللي انا بحبها ان هي يعني اشوف بعد كده الطلبه دي ان هي بتتاثر بالمنتاليتي. المهم يعني ان بعد كده بعد ما نعرف كل تفصيل على الاتوم والكومبوننتس بتاعتها والكومبوننتس دي جت ازاي، تقريبا ليرنينج اوتكم ده بياخد سيشنين تقريبا او سيشنين ونص يعني على حسب. بعد كده هننتقل لل او 3. ال او 3 بيقول لك خلاص يا سيدي انت عرفت المكونات بتاعت الاتوم، يلا بقى نعرف ان احنا نرص الاتومز الكتيره اللي موجوده في الحياه دي في حاجه اسمها بريدك تيبل اللي عمله مندليف. هنبتدي بقى ان احنا نعرف اشمعنى مندليف رص الاتومز بالطريقه دي. البريدك تيبل يا شباب من اكتر الحاجات ان انت لو فهمتها هتعرف تحل اي سؤال في الكيمستري. ليه بقى؟ لان انت الاتومز مترتبه في البريدك تيبل او في الجدول الدوري بطريقه تخليك تعرف تستنتج منها اي معلومه، تعرف تستنتج التايبس اوف بونز، تعرف تستهلك حاجات. بصوا الحاجات دي كلها انتوا لسه ما خدتوهاش، بس انت هتعرف تستنتج كميه معلومات رهيبه. تعرف تستنتج حاجه اسمها الاتوميك ريديوس، هتعرف تستنتج اللاتس انرجي، هتعرف تستنتج حاجات كتير قوي هنبقى نتكلم عليها بعدين. فاحنا ان شاء الله في ال او 3 بنكون بنتكلم على البريدك ترند، يعني البريدك تيبل ده متنظم ازاي. بعد كده في ال او 4، سوري يا شباب هو انا شفت حاجه، هو الكلام ده بيتم معرفته في ال او 4، والمكونات بتاعت الاتوم بنعرفها في ال او 3، والساينتست بيعرفوا ازاي الاتوم بنعرفها في ال او 2. يعني في ترتيب، في تغيير بس في ترتيب انا عملته غلط، بس يعني ايه هي نفس المعلومات هنعرفها. بعد كده بقى هنخش على ال او 5، هيقول لك خلاص يا سيدي انت عرفت الاتومز والكومبوننتس بتاعتها وعرفت هم مترتبين ازاي. الاتومز دي بقى بتعمل مع بعض كيميكال بوند، فهنبتدي ان احنا نتكلم في ال او 5 عن الكيميكال بوند اللي بتتم ما بين الاتومز، وهنكون بنتكلم على ازاي احنا بنعبر عن الكيميكال بوندز دي بشكل دياجرام، علشان مش بمنتهى مش كل شويه هقعد اقول لك الصوديوم كسرت الكترون واديته للكلورين والكلورين بقت نيجاتيف وعملوا مع بعض بوند. لا احنا عايزين بقى نقول الكلام بشكل اسرع من كده. فده اللي احنا هنتعلمه في ال او 5، وهنتعلم في ال او 5 حاجه اسمها اورجانيك كيمستري. صراحه عشان اكون صادقه ترتيب المنهج في الحته دي وحش شويه، يعني من اول ال او 5 لحد الاخر ترتيب المنهج يعني انا اسفه وحش. ترتيب المنهج وحش في الكيمستري صراحه، ترتيب المنهج في الجزء ده وحش. ليه بقى؟ الاورجانيك كيمستري انت هتعرفها في سنه اولى الترم الاولاني، بعد كده هتعرفها في سنه ثانيه الترم الثاني، بنكون بندرسها تقريبا الاورجانيك كيمستري لوحدها بندرسها تقريبا في شهر ونص. بعد كده في سنه ثالثه انت بتدرس الاورجانيك كيمستري في شهرين او 3 شهور. فهي الفكره كلها في ان الاورجانيك كيمستري هو بيديلك عنها نبذه في سنه اولى، بعد كده نبذه في سنه ثانيه، بعد كده بيديها لك كلها في سنه ثالثه.
فانا صراحه بيبقى في مشكله ان مهما كان انا بقول لك ايه على الاورجانيك كيمستري في سنه اولى انت بتنساها، لان هي الصراحه بتتحط كده في النص في وسط معلومات كتيره فمعظم الطلبه بتنساها. بس خلينا نقول ان هي هتجيلك في الامتحان وهتمتحن عليها، واقول لك الاسئله بالظبط اللي بتيجي. الموضوع ان شاء الله هيبقى بسيط يعني، عشان ما تبقاش حاسس ان الموضوع هيبقى معقد. بعد كده في ال او 6 هنتكلم على الراديو اكتيف كيمستري او الكيمياء الاشعاعيه. الكيمياء الاشعاعيه اللي هي الاليمنتس اللي بتشع زي اليورانيوم والكلام ده كله، ونعرف هو احنا نقدر نستفيد منهم ازاي، وهنقدر ان احنا نستخدمهم ازاي، وهم مفيدين ازاي، وكل الكلام ده كله، وهم ليه بيعملوا كده دونا عن بقيه الاليمنتس. بعد كده اخر ليرنينج اوتكم في الترم ده اللي هو ال او رقم 7 في الكيمستري، هنكون بنتكلم فيه عن الهيتنج كيرف اوف ووتر. عايز بس اعرفك على حاجه، منهج الكيمستري زمان زمان كان الترم الاولاني كان عباره عن 10 ليرنينج اوتكم، بس طبعا كانت بتبقى كارثه بالنسبه للطلبه، كان كميه كبيره جدا. فبعد كده قاموا خلوا ليرنينج اوتكم 8 و9 و10 الترم الثاني، وخلوا ال او 7 يكون هو اللي موجود الترم الاولاني. ال او 7 ده بيتكلم عن الهيتنج كيرف اوف ووتر، يعني بيتكلم عن تسخين وتسقيع الميه. دي حاجه ليها علاقه بالفيزيكال بروبرتيز او الخواص الفيزيائيه، بصراحه هي مالهاش علاقه قوي باللي فوق، يعني مالهاش علاقه مباشره باللي فوق. بس يعني ده ترتيب المنهج بتاعك اللي ان شاء الله احنا هنقدر ان احنا نستفيد منه. منهج الكيمستري هتبقى المشاكل اللي هتواجهك فيه زي ما قلنا التوزيع بتاعته، ان هو بيتكلم عن حاجات كتيره جدا في نفس الوقت، وان ممكن انت ما تبقاش عارف تربط الحاجات دي ببعض. بس احنا ان شاء الله على قد ما بنقدر في الكورس طول الوقت بنعمل تجميعات او اللي هي خرائط ذهنيه او مايند مابس، بحيث ان احنا نجمع لك الدنيا كلها في بعضها. والكلام ده بيبقى انا بطلعه فري، يعني مش شرط بس انت تكون بتاخد الكورس اللي هي الخرائط الذهنيه دي او تجميعات القوانين. وايه المشكله في الكيمستري؟ ان الكيمستري في من الريفرنس في الترم ده بتبقى وحشه، يعني انت مش هينفع تذاكر الكيمستري الترم ده من الريفرنس. ليه بقى؟ انت عليك الراديو اكتيفيتي بس مش عليك كل المعلومات بتاعتها، فاحنا حرفيا بنكون بننقي. عليك الاورجانيك كيمستري بس مش عليك الاورجانيك كيمستري بتاعت سنه ثالثه، فاحنا برضو بنكون بننقي. عليك الهيتنج كيرف بس لما انت تيجي تسيرش هتلاقي ان في معلومات كثيره جدا عن الفيزيكال بروبرتيز هي مش عليك. فبتبقى مشكله الكيمستري في المنهج بتاع الترم ده ان هي حرفيا بتسيب سطر وبتنقي سطر. فانا عشان كده يعني بجمع لك كل اللي عليك بالظبط في بي دي اف او في ملزمه، بحيث انت تبقى عارف اللي عليك بالظبط وتبقى قادر ان انت تذاكر منه. وفي نفس الوقت لو انت هتحب تستفيد من الريفرنس يبقى المهم ان انت الاول عندك الاساسيات، لان في مشكله يا شباب ان انت لو قعدت تتعمق في كل حاجه من دول من الريفرنس بحق ربنا انت مش هتخلص. فساعتها انا بعتمد ان انت يكون عندك الاساسيات والمذاكره وتحل، وبعد كده بقى انت تتعمق من الريفرنس زي ما انت عايز. بس انت مش هتعرف تتعمق من الريفرنس من غير ما يكون عندك الاساسيات. يعني انت مش هتعرف تروح تشوف مثلا الرياكشنز بين اسيدز اند الكحولز وانت اساسا لسه ما تعرفش يعني ايه اورجانيك كيمستري، وامتى بنقول على الاسيد اسيد وامتى بنقول على الكحول الكحول. فهي الفكره كلها ان الريفرنس انت بتحتاج تلجا ليه بعد ما يكون عندك الاساسيات. الاساسيات دي بقى لا اما انت هتاخدها من الكورس، لا اما انت بتكون بتسيرش على النت على الناس بتشرح لك. كل الاحوال يا شباب انت بتحتاج حد يشرح لك. فالريفرنس هو بيكون وسيله لحفظ المعلومات، مش يعني مش لان انت تعرف تستفيد منه. زي مثلا القران الكريم، انت تعرف تقرا القران الكريم لوحدك، بس ان انت تتعلمه لوحدك هتحتاج ان انت تشوف ناس بتفسره او تشوف ناس او تسمع ناس بتقراه او تسمع ناس بتشرحه. فهي نفس الكلام بالظبط في الريفرنس. انت الريفرنس عشان تفهمه لازم يكون عندك الاساسيات. نفس الكلام مثلا انا عايزه احضر ماجستير، فانا لازم يكون عندي الاساسيات الاول، بعد كده ابتدي ان انا يعني عايزه اقول لكم ان حتى في الماجستير بيكون في دكاتره بتشرح لنا. فالموضوع ان انت حد بيشرح لك ده مش حاجه مهينه ليك، ومش بس كده ان انت تاخد عن طريق كورس بس. انت حتى لو ما خدتش كورس فانت هتحتاج تشوف على النت ناس تشرح، وحاول انت تنقي الناس اللي بتشرح تكون ناس متخصصه ليك، لان في ناس بتعتمد على الالوان والبهرجه، يعني بتبقى حاجات حلوه زي مثلا كراش كورس. كراش كورس من احد الحاجات اللي انا فعلا بعشقها، وهي يعني انا بحب الالوان الصراحه، وبحب الطاقه، وبحب الانرجي، وبحب ان انا اقعد اوريكم كل شويه حاجات، واقعد اوريكم الحاجات دي على ارض الواقع شكلها عامله ازاي، واقعد اوريها لكم في هيئه 3 دي انيميشن. بس بشرح لك منهجك، مش كده دايما بعتبر ان انا بجمع ما بين العلم والترفيه. لكن لو انا مثلا شفت فيديو للسل، كل السل بكل المكونات بتاعتها في 12 دقيقه، ده مش ده مش معلومات السل، ده نطفه كده، يعني فتفوته كده من معلومات السل. اوكي. ف عايزه بس ان انا انبه عليك ان انت في كل الاحوال لازم عشان قبل ما تخش على ريفرنس ان انت تكون هتشوف فيديوز ان انت هتتعمق في الموضوع، علشان قبل ما تخش ريفرنس لازم يبقى انت عندك معلومات. بالنسبه للكيمستري زي ما قلت لك هو هيكون محتاج منك مذاكره وبالاكثر حل. الكيمستري من الحاجات اللي يعني بيفرق فيها الحل اكتر بكتير من المذاكره. حتى لما انا هنبتدي المنهج هاجي اقول لك ان انت تذاكر الكلام ده مره، هقول لك في حاجات معينه هقول لك تذاكرها مرتين، بس الكلام ده هتذاكره مره وبعد كده تفضل تحل عليه كتير. كمان شويه هقول لك الطريقه اللي احنا بنذاكر بيها بالظبط في الكورس تقدر تطبقها في اي حاجه ثانيه سواء بره الكورس او فيه. بس انا كل الكلام اللي انا يهمني دلوقتي انت تبقى عارف ان الكيمستري يهم فيها الحل. البايو لازم طبعا تحل، بس بيهم اكتر ان انت يكون عندك حصيله معلومات جيده، وان انت تكون محتفظ بالمعلومات، وان انت تكون مذاكر وعندك معلومات كتير.
كل ما يبقى عندك معلومات اكتر في البايو هتعرف تحل احسن. كل ما هتحل احسن في الكيمستري هتعرف تحل، لكن انت لو قعدت تجمع معلومات في الكيمستري مش هتعرف تحل. اوكي تمام. هنيجي بعد كده للجيولوجي. الجيولوجي لذيذه جدا. عايزه بس اعرفك ان الجيولوجي في ثانوي عام بره هي بتتشرح في سنه ثالثه بس، لكن انت عندك الجيولوجي متقسمه على 3 سنين. صحيح في الاخر في سنه ثالثه هتمتحن عليها كلها مره واحده، لان احنا بنمتحن في سنه ثالثه على منهج اولى وثانيه وثالثه. بس انت عندك الجيولوجي هي ستيل بتتكلم على جزء صغير من المناهج بتاعت ثانويه عامه. الجيولوجي من الحاجات اللي هتكون بسيطه شويه، بس مشكلتها كالعاده ان هي هتكون الانجليش بتاعها ممكن يكون تقيل. والجيولوجي من الحاجات اللي فيها مشكله ان هي آه، يعني مفيش ناس كتيره بتفهم في الجيولوجي في مصر. يعني هتلاقي ناس كتيره بتشرح بايو دكاتره، هتلاقي ناس كتيره بتشرح كيمستري تمام. الناس اللي بتشرح جيولوجي او علم الجيولوجي بشكل عام مش هتلاقي ناس كتيره متخصصه فيه. وحتى في مصر هتلاقي ان مش في ناس كتيره مهتمه بيه. يعني حتى اللي هيكونوا بيشرحوا لك جيولوجي في المدرسه هم اساسا كانوا علوم بايو اصلا، يعني سبب بالمره بيقول لهم تشرحوا جيولوجي. نادر ما تلاقي حد علوم جيولوجي بيشرح لك. هي بقى المشكله ان الجيولوجي في مصر مهدور حقها شويه. فانت عشان تعرف تحصل منها على معلومات هتلاقي تناقضات كتيره. يعني هتلاقي مثلا ان احنا وهتلاقي في معلومات كتيره مش واضحه. اللي عندهم بقى المعلومات الحق هي مهندسين البترول، واكيد مفيش مهندس بترول هيجي يدرس لك منهج الجيولوجي يعني. وعلوم الاثار، طبعا الاثار مفيش، الاثار في مصر بتتهرب بس ما بتدرسش، فهتلاقي برضو ان ايه يعني ما فيش اهتمام قوي بالجيولوجي. فعشان كده انا بقول لك ان الموضوع ده هيسبب لك مشكله اثناء ما بتعمل سيرش واثناء ما بتدور على اسئله. بس هتلاقي، بس انا بكلمك ان انت مش هتلاقي بنفس الوفره بتاعت البيولوجي والكيمستري. المهم يعني ان الجيولوجي في الاكتر هتلاقي ان في ناس تعالوا بقى نتكلم عن المنهج بتاع الجيولوجي. المنهج بتاع الجيولوجي بيقول لك يا سيدي انت المفروض يبقى مطلوب منك في الكابستون بتاع الترم ده ان انت تبني، سواء هتبني كرين، هتبني كهف، هتبني نفق، هتبني كوبري، هتبني بيت. على ايامنا كنا بنبني بيت. ايا كان اللي انت هتبنيه فانت هتحتاج ماتيريال تبني بيها. فاحنا بقى عايزين نعرف الماتيريال اللي ربنا خلق الارض منها. هي بتنقسم ل3 انواع: igneous rocks الصخور الناريه، sedimentary rock الصخور المترسبه او الترسيبيه مش عارف اسمها بالعربي الصراحه، والصخور الميتامورفيك او الصخور المتحوله. ال3 انواع دول من الصخور احنا ندرسهم بالتفصيل ونعرف هما بيتكونوا ازاي، ممكن ازاي يتحولوا من بعض لبعض، وهنعرف الانواع بتاعتهم. وطبعا بيبقى مشكله شويه ان احنا بنحفظ الانواع بتاعت الصخور. يعني كل حاجه من دول هيبقى فيها حفظ للصخور وحفظ للتكوين بتاعهم، واحنا بنحفظ الكلام ده. طبعا بنجمعهم كده بشكل جميل وكيوت، وان شاء الله هتعرف ان انت تحفظهم. ده المنهج بتاع الجيولوجي. طبعا في شويه تفاصيل احنا نعرف يعني ايه مينرالز ويعني ايه معادن، وبنستخرج ازاي المعادن وازاي بيحفروا للمعادن. في شويه تفاصيل طبعا خارج ده يعني، بس هي بشكل اساسي المنهج متمحور حوالين ال3 دول. المنهج بتاع الجيولوجي اسهل من المنهج بتاع البايو والكيمستري. الجيولوجي بشكل عام بتتلم اسرع من منهج البايو والكيمستري. الامتحان بتاعها للاسف يعني سنين بيبقى منهج كارثي وسنين تانية بيبقى منهج ابسط شويه. بس في كل الاحوال المنهج بتاع الجيولوجي هتلاقي ان هو ان شاء الله ابسط، محتاج بس انت تحفظه وتصمه وتقعد بعد كده تحل. انا كده خلصت لك ال3 مواد بشكل اساسي اللي انا هتكلم عليهم. تعالوا بقى نتكلم على الليرنينج اوتكم، وهو اساسا بيتقرا ازاي. تعالوا نشوف الليرنينج اوتكم. تعالوا نتكلم مثلا على الليرنينج اوتكم بتاعه البيولوجي. مش عارفه انتوا شايفين اللي انا بعمله ولا لا. آه. مش عارفه انتوا شايفين اللي انا بعمله ولا لا. تمام. بص يا سيدي، ده كده learning outcomes. هبعتهم لك كلهم، حاضر هبعتهم لك ما تقلقوش. كده كده في ناس بعتت لكم ماتيريالز، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منهم. ان شاء الله برضه انا كده كده ببعت لكم الماتيريالز ما تقلقوش سواء في الكورس او لا. بس انت محتاج تملى الفورم اللي انا كنت بعتها لكم ان انت تملاها. اوكي. ده كده المنهج بتاع ال3 سنين، سمستر 1 سمستر 2 وهكذا. بندوس كنترول. بعد كده هندوس على المنهج اللي احنا عايزين نشوفه اللي هو بيولوجي جريد 1 سمستر 1. هنيجي نشوف هتلاقي ان انت عندك المنهج بتاع الترم ده عنده بيج ايديا. يعني ايه بيج ايديا؟ يعني هو عايزك تخرج من الترم ده يبقى عندك فكره عامه. الفكره العامه دي ان هو عايزك تعرف ان السيلز ار ذا بيزك يونت اوف ستراكشر. يعني هو عايزك تعرف ان الخليه دي وحده البناء للجسم، وهي وحده البناء من الناحيه بتاعت الاستراكشر، من الناحيه التكوينيه، ومن ناحيه الفانكشن اللي هي من الناحيه الوظيفيه. دي act as indicators of being healthy. يعني انت لو الخليه بتاعتك سليمه انت سليم، لو الخليه بتاعتك بايظه او فيها مشكله فانت عيان. هو بيقول لك indicator، يعني هما بيكونوا مؤشر ليه انت سليم ولا مش سليم. It changes may occur، يعني ممكن يحصل تغييرات according to the external and internal effects of the environment. ممكن بيحصل تغييرات بسبب العوامل الخارجيه او العوامل الداخليه اللي هتكون جوه الجسم. المهم يعني الكلام ده متقسم على كذا learning outcome. زي ما اتفقنا الترم ده انت عندك 8 learning outcome. كل learning outcome من دول هتلاقي ان هو بيكون جواه كذا حاجه. تعالى نتكلم على اول واحد علشان ما يبقاش بكلمك على learning outcome رقم 8.
في كل learning outcome انت هيكون عندك زي اسمهم ايه، اهداف او اللي هي جولز، اللي هم 1 2 3 4 5 دول. وعندك essential question المفروض انت لما تخرج تكون مجاوب عليه، وعندك سكيلز المهارات اللي انت المفروض تكون مكتسبها، وعندك كونسبت اللي هي المفاهيم اللي انت هتدرسها بالظبط، وعندك evidence يعني انت تعرف منين ان انت خلاص اتاكدت كده ان انت درست صح، وعندك text and reference يعني انت هتذاكر الكلام ده بالظبط منين، من الريفرنس. نمسك بقى واحده واحده كده بالراحه ونعلق عليها. اول حاجه لو احنا مثلا نيجي نتكلم على اول learning outcome، فهو بيقول لك ان هو عايزك تعمل analyze للفاكتورز which contribute to the eradication of disease، يعني هو عايزك تعرف العوامل اللي بتؤثر على الانتشار بتاعت الامراض. والكلام ده انت هتعمله من خلال 5 خطوات. ان انت explain الفاكتورز اللي بتcontribute to the spread and the control of each disease، يعني كل مرض ايه العوامل اللي بتتحكم فيه وايه العوامل اللي بتتحكم في انتشاره. تاني حاجه explain اللي هو تشرح the mode of transmission، يعني انت تشرح كل مرض بيتم الانتقال بتاعه ازاي. في امراض بتنتقل نتيجه التنفس، ان احنا مثلا عطسنا في وش بعض. في امراض بتنتقل عن طريق ان احنا كلنا مكان بعض. في امراض بتنتقل حاجه اسمها فيكو اورال، يعني مش عايزه اعرفكم يعني، بس لو مثلا حد عيان عمل اللي هو فيسز، او لو عمل حمام يعني، فالحمام بتاعه انتقل في نهر النيل، فبعد كده انت شربت النهر ده، فانت خدت من البكتيريا اللي كانت موجوده في الفيسز بتاعته او في الستوب بتاعه، فده كان اسمها فيكو اورال. المهم يعني ان احنا نقعد نتكلم على المود اوف ترانسميشن اوف اتش دي ديزيز. في حاجات ثانيه بتنتقل اي في، اللي هو عن طريق الدم، اللي هي زي الحاجات اللي بتنتقل عن طريق الناموسه، اللي هي ملاريا يعني. classify each disease to be infectious and non-infectious، يعني هو عايزك تعرف تبقى قادر تحدد المرض ده معدي ولا غير معدي. الدايابيتس ده يا جماعه معدي ولا غير معدي؟ السكر ده معدي ولا غير معدي؟ الكانسر ده معدي ولا غير معدي؟ دور البرد ده معدي ولا غير معدي؟ وهكذا بقى هنفضل نقول. هنعرف الكلام ده ازاي؟ show the pattern of disease locally in Egypt and across the world، يعني احنا عايزين نعرف مدى انتشار الديزيز، ودي حاجه هنعرفها في حاجه اسمها بانديميك وابيديميك وانديميك، يعني كل مرض مدى انتشاره بيكون ازاي. في امراض بتكون منتشره في دوله معينه، في امراض بتكون منتشره في العالم كله، في امراض بتكون منتشره في العالم كله بس بنسب محدده. هنعرف برضه كل الكلام ده. explain how the diseases affect healthy cell، يعني ازاي بالظبط الخليه بتبتدي ان هي تمرض اول ما الخليه اول ما هي بتعيا. ده كده الخمسه حاجات اللي انت المفروض الجولز اللي انت تخرج بيهم. الجولز دي عشان تخرج بيهم فانت المفروض هتكون عندك essential question اللي هو what threatens life، اللي بيهدد الحياه بتاعتنا. السكيلز describe trend and relationship in data، ان انت تعرف لو انا اديت لك داتا. السكيلز بقى دي هو بيختبرك بيها في الامتحان، يعني هو مش هيجي في الامتحان يجي يقول لك مين اكثر مرض منتشر في العالم، مين، مش هيجيب لك كده، هيجيب لك زي داتا او زي اناليسيس، وانت المفروض ان انت اتعلمت في خلال الليرنينج اوتكم ان انت تستنتجها. فانت هتلاقيني مش بدرس لك بطريقه اكتر مرض منتشر في العالم هو كذا، لا، هتلاقيني ان انا بستنتج معاك ده من الداتا، بعلمك ازاي تقرا الداتا، وبعلمك ان انت ازاي تعرف تعمل الكلام ده لوحدك. ليه؟ لان انا اللي بقوله مش هيجي بالظبط في الامتحان، مش نفس الارقام اللي انا بديها لك هتيجي بالظبط في الامتحان. طيب ايه لازمه الكورس؟ لازمه الكورس ان هو بيعلمك ازاي تعمل كل الحاجات دي لوحدك، وازاي يبقى عندك البيزك انفورميشن. انا ما ينفعش اطلب منك ان انت تخترع اختراع جديد من غير ما تكون عامل كل الكلام ده ومتعلمه. فانا الحمد لله الحمد لله بعلمك ازاي ان انت تعمل الكلام ده لوحدك، فعشان لما يجي اي سؤال في الامتحان اخر السنه تبقى انت قادر تتعامل معاه، قادر ان انت تفكر في السؤال، قادر ان انت تستبعد الاجابات، قادر تعرف مين المعلومه الصح ومين المعلومه الغلط بالمفاهيم اللي انت بتتعلمها طول الترم. وده ملوش علاقه ان انا بكبح ان انت تتعلم لوحدك او ان انت ما تعرفش تقرا لوحدك، بالعكس انت لو ركزت فيها هتلاقي ان انا بعلمك ازاي تعمل ده لوحدك. دفعه سنه ثانيه الحمد لله، انا معايا من دفعه سنه ثانيه اللي مكملين معايا من سنه اولى. استنوا اشارك معاكم. ده الكورس بيكون على بريسيبو، فعشان لو مش عارفين يعني فالكورس بيكون على بريسيبو. فانا الحمد لله معايا السنه دي من طلبه سنه اولى وسنه ثانيه، يعني طلبه سنه اولى اللي طلعوا معايا سنه ثانيه وطلبه سنه ثانيه طلعوا معايا سنه ثالثه، معايا توتال يعني 943 طالب. منهم الناس اللي كانت معايا من السنه اللي فاتت، لان هو لو كان معايا السنه اللي فاتت واشترك السنه دي فهو بيتعدى كواحد طالب يعني. فالمهم ان هم بيكونوا موجودين على الكورسز دي، وكل كورس منهم المفروض ان هو بيكون موجود فيه كل المناهج اللي انت هتكون محتاجها. فهو الحمد لله يعني انا بكون مبسوطه لما بلاقي ناس في سنه ثانيه كتير قادرين ان هم يعملوا انجازات بشكل مختلف، لان هم الحمد لله يعني نسبيا متاسسين صح. ان دفعه سنه ثانيه بجد بجد من اكثر الدفعه اللي انا شفتهم دخلوا مسابقات، من اكثر الدفعه اللي شفتهم بيحققوا مراكز، من اكثر الدفعه كمان اللي شفتهم ان هم قادرين يفيدوكم بشكل كويس. فده الحمد لله سبب ان هم متاسسين صح. وفي منهم الحمد لله قرر ان هو خلاص انا مثلا تاسست صح، انا عايز بقى ان انا اعمل الكلام ده لوحدي السنه دي، او ان انا في ناس من سنه ثانيه بتعمل ان هي بتذاكر الاول لوحدها وبعد كده بتيجي تشوف السيشن، بحيث ان هي تكون اتاكدت ان هي جمعت ما بين الاثنين، ان انا خلاص ذاكرت الريفرنس كله لوحدي، بعد كده انا بقى هشوف السيشن عشان اجمع كل المعلومات واتاكد ان انا كل حاجه كده تمام، واعرف ان انا احل واعرف ان انا اتابع والكلام ده كله. فبشكل اساسي الكورس، عشان السؤال ده بيتسال كتير، الكورس مش بيأثر على كونك بتذاكر لوحدك. بالعكس يعني اكثر الطلبه عندي اللي بتبقى متفوقه اللي هي بتخلص الكورس وبعد كده مثلا
تروح ان هي تزود فيديوز من على النت. هل معنى كده ان هم هيشوفوا في الفيديوز معلومات انا ما قلتهاش؟ لا، بس هم بيشوفوا الفيديوز معلومات بطريقه مختلفه. ممكن تزيد معلومات هي مش عليك فانا ما قلتهاش، بس انت مداركك بتتوسع. بالعكس انا بشجع ان انت تعمل ده. حتى دايما هديلكم دايما في الاخر تاسكات زي كده، حاجات ممكن تتوسع فيها عشان نحطك على اول الطريق في ان انت ازاي تتوسع لوحدك، او ريفرنس ازاي تقراه. فكل الكلام ده الحمد لله يعني هتلاقي ان انت في الاخر طالب احسن. يعني انا كل اللي طالباه منك ان انت لو حسيت في اي وقت ان انت مش عارف تعمل الكلام ده لوحدك، او ان انت حسيت ان هو في صعوبه زياده عن اللزوم، او يعني انت مش شايف ان في مبرر ان انت تعاني نفسك خلاص مجرد ان انا عايز ان انا اكون يعني بعمل الكلام ده لوحدي، فمفيش وجه للمعاناه. كنت انا قلت لكم قبل كده الكلام ده، ان المفروض اساسا كانت المناهج احنا زي ما احنا كنا بنعمل ده مع المدرسين، يعني ان احنا بنحضر احنا الدرس وبعد كده بنعرضه على مدرس، بعد كده هو بيشرح لنا الدرس كامل. فاحنا كنا بنكتسب المهارتين ان احنا بنتعلم لوحدنا، وبعد كده بقى هو بيكمل لنا بقيه المعلومات وبينظم المعلومات في الباك. حاليا المشكله في ستيم ان هو بقت بتعتمد على شرح الطلبه بس، ما بقتش المدرسين بيصححوا او بيكملوا، او حتى لو بيكملوا فهم بيعتمدوا ان في جزء كبير قوي من البيزكس انت المفروض تكمله لوحدك. فعشان كده دايما لما انا باجي بتكلم ان الكورس مش هيأثر على كونك بتتعلم، فانا بكون بقول ده من باب يعني خبره ومن باب علم. بالمناسبه انا ستيمر اساسا اللي مش عارف يعني. المهم بعد كده احنا عايزين بقى ندرس الكونسبتس او المفاهيم. فالكونسبتس دي ده بقى المعلومات اللي انت المفروض هتعرفها، اللي احنا نكون بنتعلم عن السيل ثيوري ديزيزز، نكون بنتعلم على الانفكشس والنون انفكشس، نكون بنتعلم عن الفاكتورز والنون انفكشس ديزيزز، نكون بنتكلم على ديزيز ترند. طبعا انت لو دورت على كل واحد من دول هتلاقي عليه سطرين، ولو قريت عليه في الكتاب هتلاقي عليه صفحتين. لو انا المفروض اعرف مين فيهم، المفروض ان انا اعرف الصفحتين ولا الاثنين، ولا المفروض انا اعرف ايه؟ بيقول لك يا سيدي انت المفروض تكون عارف الكلام ده من كتاب سبق، صفحه كذا وكذا، والمدرس المفروض يحضر لك من صفحه كذا لكذا. لو صفحه 259 بالنسبه ل 271 ده كتاب المدرس، و161 ل 170 ده كتاب الطالب. نقف بقى شويه عند النقطه دي. الفكره يا شباب ان كتاب سبب او كتاب اكتف كيمستري، لما نيجي نوصل لكتاب اكتف كيمستري، او كتاب ارسكم لحد دلوقتي يعتبر كافي يعني. كتاب اكتف كيمستري او كتاب سبب بيولوجي هو ما بقاش كتاب كافي. ليه ما بقاش كتاب كافي؟ لان انا قلت لكم الموضوع ده قبل كده، هو عندهم هدف ان درجاتك كستم تفضل اقل من درجات بتاعت ثانوي عام، عشان ده هيفرق ان انت يبقى ليك تنسيق خاص ويبقى عندك نسبه مرنه خاصه بيك. ما تخشش معاهم في التنسيق بتاع ثانوي عام، ان انت لو قلت مثلا درجه معينه تخش اداب او تجاره او كده. فعشان نفضل محافظين على ان التنسيق بتاعنا يفضل منفصل، لازم نبرر ان احنا منهجنا اصعب ومنهجنا مختلف بان احنا بنكون بنجيب درجات اقل. فاللي بقى بيحصل ان في سنه من السنين تقريبا من 3 او 4 سنين ابتدت ان الناس، هو بالمناسبه دفعه 2018 هي اول دفعه بدا فيها كورسات. ده كان احنا اول دفعه اتفتح فيها مدارس جديده، يعني دفعه 2018 انا اول دفعه اتفتح فيها مدارس جديده. فلما اتفتح مدارس جديده كانت المدرسين بتوعنا الاصليين كانوا واخدين تريننج في امريكا، والمدرسين اللي في المدارس الجديده ما كانوش لحقوا ان هم ياخدوا التريننج ده. فكانت المشكله صعبه جدا ان هم مش قادرين ان هم يقولوا للطلبه نفس المعلومات بنفس الكفاءه اللي كان بيقولها المدرسين بتوع معادي واكتوبر. فاصبح دلوقتي مشكله ان المدرسين بتاع معادي واكتوبر كمان تم الضغط عليهم بسبب ان الرعايه الامريكيه اترفعت، فهم طبعا المرتبات قلت والكلام ده كله. ابتدوا ان هم يدوا كورسز للطلبه بتوع المدارس الثانيه. بعد ما بيدوا كورسز للطلبه بتوع المدارس الثانيه اصبح ان في مشكله. احنا في المدرسه رافضين ان هم يشرحوا لنا، هم مش عايزين يشرحوا لنا، وفي نفس الوقت هم بيشرحوا لزمايلنا اللي من المدارس الثانيه. فاصبح زمايلنا اللي في المدارس الثانيه عارفين معلومات اكتر بكتير بشكل منظم اكتر بكتير قوي من اللي احنا نعرفه. فاصبح احنا عندنا ازمه، هم عندهم معلومات واحنا مش عندنا معلومات، واحنا الاثنين في الاخر هنمتحن نفس الامتحان وهنتنافس مع بعض على نفس الكليات. فاصبحنا احنا كمان كمعادي واكتوبر بقينا بناخد على مدرسين مع المدرسين. بعد كده اصبح ان حصلت مشاكل ان الطلبه في سنه ثالثه دي السنه الوحيده اللي كانوا بياخدوا فيها كورسز، بس كان بيبقى حاصل معاناه شديده لان هو في سنه اولى وسنه ثانيه ما بيبقاش بيذاكر، بيبقى بس بيكتسب مهارات وبيبقى بيتعلم الكابستون والكلام ده كله، وبيبقى المذاكره بتاعته على القد وزي ما بنقول كده بيراندم وبيليس على المنهج بحيث بس ان هو يعرف ينجح وخلاص. فكانت الطلبه بتخش في سنه ثالثه ما كانتش بتبقى متاسسه، وده كان الباب الاساسي اللي خلاني ادي كورسز وانا في سنه ثالثه جامعه. وده كمان عشان اخويا ساعتها دخل المدرسه، بدات ان انا الاحظ المشكله دي ان هو ما بقوش بياسسوهم خالص في سنه اولى وسنه ثانيه. فده كانت المشكله الاساسيه اللي خلتني، كانت حافز بالنسبه لي ان انا ابتدي ان انا ادي كورسز على مدار الاونلاين. انا كنت ابتديت ادي كورسز من وانا في سنه اولى جامعه، بس توسعت وانا في سنه ثالثه جامعه. فساعتها انا حاليا متخرجه، يعني حاليا متخرجه بقالي شهرين. فكانت المشكله ان الطالب بيطلع سنه ثالثه وهو مش متاسس في منهج سنه اولى وسنه ثانيه، فانت بتحتاج بقى تاسس من الصفر. فكانت ده بقى كان فتح لي الباب ان انا لا، انا هعمل سيدنج للستيمرز، يعني انا هاسس الطلبه بحيث ان الطالب يكون شاطر ويكون عارف المنهج بتاعه بالظبط. طبعا لما مستوى الطلبه ابتدى يعلى سواء في سنه ثالثه او في سنه اولى او في سنه ثانيه، هتلاقوا ان مستوى الامتحانات كمان ابتدى يعلى. طالما الطلبه كلها يقدروا ان هم يقفلوا الامتحان بصباع رجليهم يعني، فمش هينفع، لازم ان احنا نصعب الامتحان عشان يبقى متناسب اكتر مع الطلبه. ف
علشان يحصل ده لازم ان انت تكون بتجتهد بشكل مستمر، وبرده الوزاره بتحاول ان هي تحافظ على السيم الاساسي بتاعها بشكل مستمر. ففي كل الاحوال انت هيبقى مطلوب منك ان انت تجتهد، سواء هتاخد كورس او مش هتاخد كورس، مطلوب منك ان انت تجتهد. عايزه بس اعرفك على حاجه، ان كتاب سبب ده كتاب هيبقى جميل جدا، بس مش هيبقى هو الكافي. طب هل انا يا بايا مطلوب مني ان انا اذاكر من كامبل من اول سنه؟ لا، هيبقى كتاب مودرن هيبقى كافي شويه. انا بشرح لك في الكورس شويه تفاصيل من كامبل، بس مش كل كامبل، لان كل كامبل في اول سنه ليك هيبقى صعب جدا، هبقى كاني بكرهك في ستيم. وكمان انت مش هتمتحن في كل التفاصيل بتاع كامبل، في شويه تفاصيل لازم اقولها لك، لان هو كده كده بيجيبها في الامتحان، وده اللي بيخليني انا اغير ترتيب المنهج بتاعي. يعني انت هتلاقيني من الاخر، يعني هتلاقيني بقول لك حاجات مش مكتوبه عندك في المنهج بشكل صريح. انا بقولها ليه؟ لان هي بتيجي في الامتحان. هو مش كاتب هنا بالهارسيا، بس هو كل سنه بيجي يسال سؤال عن بالهارسيا. هو مش كاتب هنا بشكل صريح ابيديميك وانديميك وبانديميك، بس كل سنه بيجيب ابيديميك وبانديميك وابيديميك. فالمناهج بشكل عام بتتنظم بناء على الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت، ده بيخلي ان احنا في الكورس بننظم المعلومات بناء على كده، واحنا تيم، انا مش لوحدي، احنا تيم. فهعرفكم عليهم بس يعني ايه قدام يعني. ففي كل الاحوال انا يهمني ان انت تبقى عارف ان كتاب سبب ان انت تقراه، لان في ناس كتير قوي بتقع في الفخ ده. مش ده الكتاب الوحيد، هتاخد الكورس مش هتاخد الكورس، مش ده الكتاب الوحيد اللي ينفع تذاكر منه. لو انت عايز تقرا سبب اقراه عشان تفتح بس نفسك كده على المذاكره وتعرف الموضوع ماشي ازاي. بعد كده تفتح مودرن لان هو اخف شويه، فهتلاقي ان هو تعرف تفهمه. بعد كده اقرا التفاصيل الاساسيه اللي في كامبل. لازم تعرف تقرا كامبل. انا بالنسبه لي في الكورس كده كده هعودك ان انت تقرا كامبل، ولازم بالنسبه لي انت تقرا كامبل. مفيش حاجه اسمها ان انا بدي لك الكورس مش تقرا كامبل، تقراه. بس الفرق ان انا بعلمك الكلام ده في الكورس، وان انا في الاخر بدي لك الملزمه اللي موجود فيها الكلام بتاع كامبل والكلام بتاع مودرن والكلام بتاعهم كلهم، وبعلمك ازاي تقراه. لو انت هتعمل الكلام ده لوحدك فانت لازم تعمله لوحدك. انا في الكورس مش بحاول ان انا اعقد الدنيا او بحاول ان انا اعمل لك الحاجات اللي ما ينفعش تعمل. انا بقول لك هو لو انت مش هتاخد الكورس فانت لازم تفتح نفسك بسبب، وبعد كده ذاكر من مودرن، بعد كده كمل. انا في الكورس بعمل لك كل الكلام ده في هيئه ماكس، يعني هعمل لك كل الكلام ده في سيشن واحده. بس ال آه ان الناس بتستكبر على المعلومه، او ان هي بتفتكر ان الكلام ده مش هيجي، فلا. في ناس للاسف بقى بتبتدي ان هي تخش على الامتحانات على طول، انا هحل امتحانات السنين اللي فاتت وزي ما تيجي تيجي. عشان انا بطول عليكم، بس انا يهمني ان انتوا تبقوا متاسسين فكريا ايه اللي المفروض هيحصل. المهم، المهم انا ليه بقول كل الكلام ده؟ علشان انا للاسف في اول الترم بلاقي مقاومه شديده. انت ما تدينيش ده مش عندي في الكونسبت يا حبيبي، بيجي لك في الامتحان وانا مش بفتي. يعني تعالوا كده حطوا نفسكم مكاني، اقرف نفسي وادي لك معلومات زياده، واتعب نفسي في ان انت تفهمها، واقعد اعملها لك في هيئه برزنتيشنز، واعمل لك عليها كويز واساينمنت، ويبقى عندي تيم المفروض ان هو التيم ده بنظمه وبيدفع لهم مرتبات والكلام ده كله والتنظيم ده كله، ولا ان انا ادرس لك بس الكلمتين او السطرين اللي هو موجودين كده في 7 صفح وهي خلصنا المنهج؟ مين اللي هيبقى اسهل؟ وفي الحالتين هاخد فلوسي عادي لو احنا بقى نتكلم من ناحيه اللي هو بزنس. فلا، انا بيهمني بجد يعني ان انت تبقى يعني تحب البايو وتحب الكيمستري، يعني تبقى دكتور كده صغنطوط او تبقى كيميائي صغنطوط. حتى لو انت ناوي على علم الرياضه تبقى خرجت منها وانت مش كاره البايو. يهمني ان انت تكون شخص عالم، يهمني ان في يوم من الايام باذن الله، يعني اتمنى يعني ان هو تبقى انت تفتكر المعلومات اللي انا علمتها لك وتفيد بيها غيرك وتستفيد بيها. ده يبقى زي كده زكاه علم عليا، اللي هو يعني تبقى حاجه منتشره. لو انت هتفيد ناس وانا فدتك فانت هتفيد ناس، فالناس انت فدتهم هتفيدوا ناس، فتبقى كده ايه زي ثواب كبير كده. في نفس الوقت انت تبقى فخور بنفسك وتبقى انسان صالح. السن ده اكتر سن الناس ممكن بتتاذي بيه او مش بتبقى منظمه فيه. فانا يهمني ان انت في السن ده فعلا تبقى قادر تستفيد من وقتك اكبر استفاده، تبقى عارف تخش مسابقات، تبقى شخص عندك علم، تبقى شخص عارف تحل ازاي والكلام ده كله. فانا يهمني بقى كل الكلام ده. فانا مش هعمل نفس الكلام في البيولوجي والكيمستري، يعني مش هقدر اشرح لك كل واحد منهم، بس ده احد اللينكات. يعني انا كده كده بزود لك لينكات ثانيه. كابستون كونكشن يعني هو ايه علاقه ده بالكابستون. جراند تشالنج يعني المفروض انت تطبق الكلام ده ازاي في الكابستون، وكل سيشن انا بكون بقول لك الكلام ده ازاي تطبقه في الكابستون، وبسيب لك زي حاجات كده تفكر انت فيها لوحدك وتعمل فيها سيرش لوحدك. يا شباب انت لو خدت الكورس ما عملتش السيرش فانت مش هتجيب في الاخر درجات عاليه. انا بدي لك تاسكات في وسط الكورس، بدي لك تاسكات انت تعمل سيرش على حاجات معينه، حتى اسالوا زمايلكم. يعني انا فعلا بعمل ده. فانت لو فضلت محتفظ ان انا بدفع فلوس فانا عايز كل حاجه تجيلي على الجاهز، فلا. لان يعني انت من تمام دفعانك للفلوس ان انا ما اذكش، ان انا ما اذكش ان انت تبقى سوري في الكلمه مش عارف تعمل اي حاجه من غيري. تمام. فانا بكون فخوره فعلا بدفعه سنه ثانيه الحمد لله، ان انا شفت التطور اللي حصل فيهم من دفعه سنه اولى لسنه ثانيه، وطبعا دفعه سنه ثالثه حدث ولا حرج، يعني ما شاء الله بيبصوا على السؤال بيحلوه. ببقى فخوره بيهم ان هم في الاخر يعني التعب والاجتهاد واللي هم كانوا عملوه في ناس منهم كانت بتيجي تعيط او كده بسبب ان هي مش عارفه تذاكر في الاخر، يعني هم الحمد لله متاسسين. فانا مش عايزه، انا عارفه ان في كلام كتير دلوقتي مش هيبقى بالنسبه لك مفهوم، بس اتمنى باذن الله لما تخوض في المراحل دي تبقى انت تفتكر الكلام ده. رغيت كتير، يلا بقى نعرف الكورس سيستم بتاعنا هيبقى ماشي ازاي.
زي ما قلت لك قراءه الريفرنس زي ما قلت لك بتشمل الاتي. لو انت تقرا لوحدك هتقرا الاول ثانيه واحده عشان اللاب هيفصل دلوقتي، بس علشان اكون مفيده ليكم ان شاء الله. لو انت مش هتاخد الكورس، انت محتاج الاول ان انت لو هتشوف الكونسبت ان انت تاخد عنه فكره من الفيديوهات اللي على النت. بعد كده تبتدي ان انت تفتح الريفرنس علشان الريفرنس بالترتيب كده عشان ما تاذيش نفسك. بالنسبه للبيولوجي فهيبقى سبب عشان ما تكرهش بس الدنيا، هيبقى سبب مش كافي ده. بعد كده مودرن نسبيا كافي. بعد كده كامبل بتقرا منه التفاصيل الاساسيه. بعد كده طبعا لازم بتحل وتست بانكس انا هرفعها لك. بالنسبه للكيمستري فانت بتفتح نفسك ممكن نقول برضو فيديوز من على النت من احد الريسورسز اسمه ايه ديف اكسبلينز، لطيف يعني. وكان اكاديمي برضو لطيف بس هما مش كافيين ان هو بس بيفتحوا نفسك كده على المنهج يعني. بعد كده بتقرا من كتاب زوندل. كتاب زوندل مشكلته ان هو رغاي شويه والمعلومه اللي بتتشرح في سطر هو بيشرحها في 10 سطور بس يعني ايه مش مشكله. انا بالنسبه لي الصراحه انا بشتغل من كتاب اسمه سنترال ساينس اوف كيمستري، وكتاب تاني اسمه اسينشالز عشان برضو تبقوا عارفين الكتب اللي انا بشتغل منها. وبشتغل برضو من كتاب اي بي، وبشتغل من اسمه ايه ماجراو، لان انا بشوف ان هم تنظيمهم احسن. هم بس معقدين اكتر شويه بس انا صراحه يعني بشتغل منهم في الكورس عشان لو انت برضو عايز تشتغل منهم لوحدك يعني. وبالنسبه للبايو فانا بشتغل من مودرن وكامبل وهيومن. آه بس بالنسبه للجيولوجي فهيبقى كافي فيها ان شاء الله كتاب ايرث كوم، وطبعا لازم تقعد تحل فيها. تعال بقى نشوف الكورس سيستم هيبقى ماشي ازاي. الكورس يا سيدي هيبقى الترتيب بتاعه كالاتي. احنا بيكون عندنا تو تراكس مهم ان احنا نمشي فيهم في نفس الوقت، ان انت يكون عندك كل المعلومات وفي نفس الوقت مش كل المعلومات بمعنى كل المعلومات يعني انا لحد خلصت سنه 5 فانا كنت بدرس حاجات ليها علاقه بالسل، يعني مستحيل ادي لك كل المعلومات اللي في الكون يعني ما اوتيته من العلم الا قليلا. بس في كل الاحوال انا بدي لك على يعني كل المعلومات اللي المفروض تبقى عارفها يعني. في سيشن لايف، سيشن لايف دي بتبقى انتر اكتف. السيشن بتبقى ماشيه بنظام ان هي بتبقى متقسمه توبكس. كل توبك بياخد مثلا ربع ساعه او ثلث ساعه في الوقت ده انت يعني ما بتقطعنيش. بعد كده بسمح ب5 دقائق اسئله او 10 دقائق اسئله. في الاسئله دي كل واحد منكم بيسال بشكل منظم وانا بانتراكت معاه. في الغالب بيبقى عندكم في الاول اسئله كتيره جدا. في اسئله بقول لكم ان انا هنجاوب عليها بعدين. في اسئله لو ليها علاقه مثلا بالفهم او انت في حاجه مثلا عايزني اعيدها لك بعمل ده. وكل الكلام ده بعد كده بيتعمل بشكل منظم. بعد كده تلت ساعه تانيين مثلا او ربع ساعه لحد ما نخلص الكونسبت يعني من غير برضه ما حد بيقطعني عشان في ناس بتتشوش. بعد كده اسئله وهكذا. بعد كده بيكون عندنا في الاول في الاخر حاجه اسمها زي مايند ماب. المايند ماب دي بجمع لك كل الكلام اللي اتشرح في السيشن في ورقه واحده، وبعرفك ازاي ان انت تذاكره بالظبط وازاي تحفظه بالظبط. السيشن بتبقى اللايف بتاعها بيبقى فيه بي دي اف. المفروض البي دي اف ده اللي انا بشرح منه بكون انا اللي عاملاه، بكون مجمعه من 3 او 4 كتب على حسب كل الكتب اللي انا قلت لسه قايله لكم ان انا بشتغل منها. الكتب دي انا بعد كده لما بشتغل منها ببعتها لك، بيكون معاك عادي الكتب الرئيسيه يعني. انا الكتب دي مش بتاعتي، الكتب دي بتاعتنا كلنا. التفاعل زي ما احنا نكون شغالين كده مايك وكاميرا يعني. انت بيبقى ليك حق ان انت تفتح الكاميرا وتتفاعل معايا بالمايك وتسالني السؤال اللي انت عايزه وانا بجاوبك عادي. بس طبعا بيكون فقره محدده علشان ما يبقاش السيشن كلها اسئله، وعشان في اسئله كتير انتوا بتسالوها في الغالب انا بكون هجاوب عليها قدام. كل حاجه في السيشن هي بيتم شرحها من كل الاماكن بتاعتها، وبشرح لك انت ازاي هتقدر تستفيد منها ونوعيه الاسئله اللي بتيجي عليها. يعني بعد كل جزء انا بقول لك الاسئله دي بتيجي على الجزء ده ازاي، او بنحل عليها اسئله بشكل مباشر بحيث ان انا ادربك شويه بشويه على حل الاسئله. المفروض ان انت هيبقى مطلوب منك بعد السيشن ان انت تذاكر ازاي. اللي هي تاني ستيب. المفروض ان انت هتذاكر ازاي. المفروض اول حاجه ان انت بتقرا المايند ماب اللي احنا عملناها، او بتقرا البرزنتيشن تاني وبتعمل انت مايند ماب خاصه بيك. ليله الامتحان انت مش هيبقى عندك وقت ان انت تقرا كل البرزنتيشنز اللي احنا هنعملها. انت عندك 8 ليرنينج اوتكم، كل واحد منهم هيتشرح في سيشن او في 2، فانت هيبقى في الاخر عندك حصيله معلومات كتيره شويه. فالمفروض المعلومات دي انت تذاكرها كويس وتحتفظ بيها بطريقه تكون سهله عليك ان انت تسترجعها اخر السنه. كده كده بيكون في مراجعه يعني. انا كده كده بعمل مراجعه بس انا بتكلم ان انت شخصيا لازم تعمل الكلام ده بنفسك. ان انت بعد السيشن بتقرا البرزنتيشن تاني وبتلخصها كده في البوينتس الاساسيه. احنا النهارده خدنا 1 2 3 4، تقوم عامل كده خريطه ذهنيه ليك قبل السيشن الجديده. يا ريت ده انا عارفه انه سيناريو مثالي بس انت لو عملته هتلاقي ان الدنيا احسن بالنسبه لك. احسن حاجه قبل السيشن الجديده بتقرا المايند ماب بتاعت السيشن اللي فاتت، بحيث انت لما تخش على السيشن الجديده تكون ثبت على معلومات السنه المره اللي فاتت، تبقى خلاص الدنيا بالنسبه لك كويس. اثناء الاسبوع احنا مثلا خدنا السيشن بتاعتنا يوم الخميس، في نفس اليوم هينزل لك او خلينا نقول يوم الجمعه عشان اكون صادقه، هينزل لك الاساينمنت عليها. الاساينمنت او الكويز ده بيكون زي واجب، بيكون متجمع من ريسورسز كتير قوي من تيست بانك. هرفع لك كل الكلام ده. بالنسبه للكيمستري فانا بشتغل في التيست بانك من سورس اسمه زومدل واي بي وجيرو
وجي اي اي وماك جراو وسورسز من على النت اللي بيجي منها الامتحان. انا بعرف ازاي الامتحان بيجي منين، بجيب الاسئله بتاعت الامتحانات وبقعد اسيرش الاسئله دي جت منين. بجمع لك كل الكلام ده في هيئه الواجب او في هيئه الكويز. بعد كده بنيجي في الاسبوع اللي بعده. احيانا بيكون عندنا في الاسبوع واجب بس، واحيانا بيكون عندنا واجب وكويز على حسب عدد الاسئله اللي انا عايزه ادربك عليها. في حاجات عدد الاسئله فيها هيكون قليل شويه، في حاجات عدد الاسئله فيها هيكون كتير، فهكون عامله لك واجب وكويز. بنيجي بقى في السيشن بتاعت الاسبوع اللي بعده. المفروض ان خلاص احنا يعني اول جزء من السيشن هنكون يعني سيشن شرح، بنشرح فيها كل المعلومات بنفس النظام، شرح وبعد كده اسئله وهكذا. والجزء الاخير بيكون حاجه اسمها سيشن حل، بكون بحل معاك الاساينمنت والكويز اللي هم تقريبا بيكونوا 30 او 40 سؤال، بحيث ان احنا اعلمك ازاي ان انت تفكر، اعلمك ازاي تستنتج الاجابات بتاعه السؤال، وفي نفس الوقت لو انت وقعت في اي حاجه تعرف ان انت يعني انت فكرت غلط في ايه، فانت يبقى عندك زي كده سيشن حل للاسئله دي، فتبقى انت اي مشكله عندك تعرف تحلها اول باول. سيشن الحل انا عايزه اقول لك ان هي بتكون فعلا مهمه جدا، وبشرح لك فيها حاجات كتيره، وفعلا فعلا سيشن الحل هي اللي هتعلمك ازاي تفكر وازاي تحل السؤال بسرعه وازاي تفكر فيه صح بكذا طريقه. بعد ما بنخلص جزء كامل بيكون عندنا حاجه اسمها سيشن حل. فاللي انا بعتمد عليه ان انا زي كده بنعتبر ان انا الاول بدي لك الداتا، بعد كده الداتا دي هي معلومات، يعني انا بنظم لك الداتا دي بعد كده هي انفورميشن، يعني انا بنظم لك دي تبع دي ودي تبع دي، بحيث ان انت تبقى عارف تربط المعلومات ببعضها. ان انا يهمني تربيط المعلومات اكتر من المعلومات ذات نفسها. ان انت ممكن تكون عارف المعلومات بشكل مفرط بس انت مش عارف ان دي ليها علاقه بدي. بعد كده بيبقى عندنا النولج اللي هي الجزء اللي احنا بنربط بيه، مش بنربط بقى بيه بس المعلومات ببعض، لا احنا بنربط المعلومات بتاعت البيولوجي بتاعت الكيمستري بتاعت الجيولوجي بتاعت الفيزيكس، كل حاجه انا اقدر ان شاء الله ان انا افهم فيها. اخر حاجه انت تقدر تعمل ابلاي للنولج بتاعتك دي، انت تقدر يبقى عندك افكار جديده للكابستون، تقدر ان انت لو في حاجه زياده انت عايز تفهمها من على النت تقدر تفهمها بمنتهى السهوله، انت خلاص اتاسست. تقدر انت لو عندك اي سؤال او انت حابب تتوسع تقدر تعمل ده، تقدر تخش مسابقات، تقدر تشوف المناهج بتاعتهم بشكل اسهل، كل الكلام ده. الجدول بتاع الاسبوع بتاعنا هيبقى عندنا سيشن كيمستري يوم الخميس الساعه 7 بالليل، يوم السبت الساعه 3 العصر بيكون عندنا بايو سيشن. الاساينمنتس المفروض ان هي بتنزل يوم السبت او يوم الجمعه، والكويز بتنزل يوم الخميس. سيشن الحل بيكون بعد السيشن الاصليه، هيكون عندنا اكزامز شامله او امتحانات شامله. عندنا البيولوجي والكيمستري المفروض هيكون عندنا اكزام على بارت 1 واكزام على بارت 2 واكزام على السنه كلها. المفروض ان انا بيكون عندنا الترم كله متقسم لاثنين بارت، يعني احنا اتفقنا ان الترم كله منهجه كبير شويه، فانا بقسمه على اثنين بارت، كل بارت منهم هيكون فيه الاتي. بالنسبه لي بارت 1 عايزه بس اعرفك ان السيشنز بتبقى لايف وبتتسجل وبتنزل على منصه برسيم. اعرفك بقى دلوقتي النظام بتاع الكورس. في بارت 1 اللي احنا هنبتديه ان شاء الله 12 اكتوبر، المفروض ان البارت ده هيستمر تقريبا، هو ال او 1 هياخد سيشن ونص، ال او 2 بياخد تقريبا 2 سيشن، ال او 3 هياخد برضو تقريبا 2 سيشن برضو تقريبا، فهيبقى تقريبا هيستمر 6 اسابيع. بالنسبه لبيولوجي كيمستري جيولوجي تقريبا البارت 1 هيستمر تقريبا 6 ويكس، وفي اخره هيكون في مراجعه بتاعت الميد ترم، يعني انت مش بتدفع زياده مراجعات. طبعا في مراجعه الميد ترم بنحل كل امتحانات السنين اللي فاتت وبنراجع على كل المنهج في وقت قليل يعني. المهم ان بارت 1 هيبتدي شهر 10 12 10. المفروض ان احنا بيكون في البارت ده ان احنا هنخلص من ال او 1 لحد ال او 3، واحتمال اشرح شويه من ال او 4. في البيولوجي هنخلص اول 4 ليرنينج اوتكم بالكامل بالاسئله بتاعتهم بالاسايمنتس بتاعتهم بالتست بانكس بتاعتهم بكل حاجه. في الجيولوجي برضه هنخلص اول 4 ليرنينج اوتكم. في المده دي تقريبا هيبقى عندنا 20 اسايمنت كويز، يعني 20 اسايمنت و20 كويز، او لا 20 اسايمنت كويز على بعض تقريبا هيبقى عندنا 10 اسايمنت 10 كويز. بعد كده هيبقى عندنا امتحان شامل، هيبقى تقريبا عندنا 15 حصه حل ما بين حصص الحل بتاعت امتحان السنين اللي فاتت، حصص الحل بتاعت الاسايمنت، حصص الحل بتاعت الكويزز، حصص الحل بتاعت التست بانكس، كل الحاجات دي حصص حل. بيبقى عندنا شرح من المصادر الريفرنس اللي انا قلت لكم ان انا بشتغل منها، ولا قلت لكم ان انا هبعتها لكم في حاله ان انتوا ما مليتوش الفورم، يا ريت ان انتوا تملوها. مراجعه الميد ترم وحل امتحان السنين اللي فاتت هيبقى عندنا تقريبا 25 حصه شرح، كل واحده تقريبا مدتها 3 ساعات، وبرضه هيبقى عندنا حصص حل. بيبقى السيشن بتبقى لايف وبتتسجل وبيكون في متابعه مع الطالب. احنا عندنا سيستم اسمه سيستم بوينتس او اللي هو سيستم الريورد، سيستم المكافآت، يعني ان انت لو انتظمت حضرت اللايف حليت الواجب جبت ان شاء الله درجات عاليه فان شاء الله بيبقى ليك مكافاه، ولو ما انتظمتش فاحنا بنتابع معاك ايه المشكله اللي عندك عشان نقدر احنا نحلها. احنا ما بنعاقبش حد، انا مش هاجي اقول لك انت وحش او انت مقصر، او وده مش عشان انا كيوت، لا عشان انا بشوف ده غلط. يعني انا فعلا ببقى شايفه ان انا عايزاك طالب تكون يعني انت مسؤول عن نفسك، انت خلاص بقى في اولى ثانوي. طبعا في اولياء امور بيقعدوا يكلموني وابني شدي عليه وابني هزقيه والكلام ده كله، بس انا يعني انا بقولها من دلوقتي انا مش بعمل كده.
ليه؟ علشان انا مش شايفه ان في مبرر ان انا اعمل كده. انت خلاص راجل كبير مسؤول او بنت كبيره مسؤوله، فالمفروض ان انت او انت متعلمين ان انتوا خلاص تعتمدوا على نفسكم. انا هتابع معاك بنظام مكافآت لان اللي عامل ده يستاهل مكافاه، ولو عندك مشكله انا هحلها معاك، وده مش عشان انت وحش، لا عشان انا يهمني ان انت تفضل كويس على طول. ولو عندك مشكله انا يهمني ان احنا نعرف نحلها معاك ان امكن يعني. الكلام ده هيكون مع اسيستنت تاني، حد من التيم يعني. وبنوك الاسئله، في اسيستنتس بيبقوا بيعملوا بنوك الاسئله ليكم علشان بشكل مستمر تقدروا ان انت يبقى عندكم بنوك اسئله مجمعه من كل بنوك الاسئله الكتيره اللي انا عماله بقولها لكم دي. في بنك اسئله احنا بنعمله خاص بينا في الكورس. المفروض ان الكورس هيكون البارت 1 ب 400 بدل 680. المفروض قبل كده كان السيشن بايو كيمستري بتبقى 120، بس عشان انا عارفه ان الدنيا بقت اصعب شويه، والوضع انا عارفه ان هو بقى اسوء يعني على الناس كلها، بس انا فعلا بحاول على قد ما اقدر يعني ان انا ما اكونش تقيل عليكم يعني. ولو جيت حسبتها فان شاء الله يعني كورس تقريبا هيكون تقريبا السيشن تقريبا مش معديه ال 12 جنيه يعني. انا على قد ما اقدر بكون معاكم سواء بره الكورس او جوه الكورس. على قد ما اقدر بكون بفيدكم سواء انت هتكون معايا في الكورس او هتكون معايا او مش هتكون معايا. على قد ما اقدر ببعت لكم حاجات. يعني تيست بانك الشامل انا مثلا مش هديه بس للناس اللي في الكورس، ممكن في تيست بانكس منهم اديها للكل. الشرح العملي انا بشرح العملي بكل التفاصيل بتاعته. ده مش بيكون للكورس بس، في حاجات كتير انا فعلا بعملها على قد ما اقدر تكون منتشره. بس طبعا هيفضل الناس اللي في الكورس هيبقى عندها الكونتنت الاكبر والكونتنت الشامل اكتر. اتمنى في كل الاحوال لو حد عنده اي مشكله تعوقه من الانتشار في الكورس ان هو من الاشتراك في الكورس ان هو يعرفني. انا على قد ما اقدر فعلا مش بحاول ان انا اخليكم تخلقوا حاله من الاعتماديه عليا، لان انا لو عملت كده فانا هكون باذي نفسي قبل ما باذيكم. لو انت كل حركه مش عارفين تعملوها الا بيا فده حرفيا هيكون اذى ليا. هتلاقيني في اوقات كتيره بقول لك لا دي انت تعمل فيها سيرش، لا انت دي لازم تقراها، تعالى اقول لك تعالى نفهم دي مع بعض، بحيث ان احنا يكون انا بخلق عندك حاله ان انت تقدر تفهم الحاجات دي لوحدك. كل الحاجات انا بيهمني ان انت تكون شخص مسؤول معتمد على نفسك، مش ان الكورس يكون هو الوسيله بتاعتك ان انت تفهم، لان سوري من غيره انت هتكون شخص فاشل يعني. الاشتراك بيكون ازاي؟ بيكون فودافون كاش على نفس الرقم بتاعي او اتصالات كاش على نفس الرقم بتاعي. دي الارقام بتاعتي اللي هو 0100 932 4965 او 041 299 124. دي الارقام الخاصه بتاعتي، الارقام اللي انت دي ارقام التليفونات بتاعتي. لما انت بتحول عليها الاشتراك تحوله فودافون كاش، بتبعت بتاخد سكرين للتحويل او بتاخد صوره للايصال لعمل التحويل. بعد كده بتبعته للاسيستنت، دي تاني اسيستنت يعني. هو تيم احنا تيم حاليا 5 وان شاء الله هنبقى في زياده يعني. هنا هي مسؤوله عن الحجوزات. هنا ملهاش علاقه بانت لو عندك سؤال في المنهج. هنا ملهاش علاقه عشان بس هنا يا عيني اوقات بتواجه حاجات كده ملهاش لازمه او ملهاش معنى ليها يعني. هنا ملهاش علاقه لو انت عندك مشكله في المنصه. هنا ملهاش علاقه يعني لو انت عندك مشكله في المنصه فانت تبعت لهنا، هي تبعت لك رقم الدعم. هنا ما لهاش علاقه لو انت متضايق او مخنوق او مكتئب، الكلام ده هيبقى مع اسيستنت تاني هو هيتابع معاك كل الكلام ده. تمام، مش بس ايه نكون متفقين يعني. المهم ان هنا هي اللي بيكون معاها الايصالات والتحويلات والاكواد. انت بتبعت لهنا، تبعت لها الايصال، التحويل بيكون على رقمي انا مش رقم هنا، بس انت بتبعت لهنا الايصال اهو والوقت اللي انت عملت فيه التحويل وانت سنه كام. ما تتوقعش ان هنا هتبقى عارفه انت سنه كام. انا الحمد لله بادي ستيم وبادي عام وبادي سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه، فانت بتقول لها انا جريد ستيم والسنه بتاعتي كذا. سوري المواد اللي انا عايزها كذا، انا عايز بيولوجي وكيمستري وجيولوجي، عايز بيولوجي وكيمستري بس، عايز جيولوجي وكيمستري بس، ايا كان. اوكي، الاسيستنت ده رقمها 011 269 78 196. اوكي، وهتلاقي ان هي الادمن بتاعت الجروب. في حاله ان انت هتشترك بيولوجي وكيمستري وجيولوجي بيكون ليك خصم ان هم ثلاثه على بعض بيكونوا ب 400، ومراجعه الميد ترم هتكون كمان ليك فري، مش هتدفع لها زياده. وملازم كل الحاجات دي هتبقى معاك. لو انت هتاخد بيولوجي بس او هتاخد كيمستري بس هيبقى ساعتها السعر 200. لو هتاخد بيولوجي مع جيولوجي او كيمستري مع جيولوجي هيبقى ساعتها السعر 270. لو هتاخد بيولوجي وكيمستري مع بعض هيبقى ساعتها السعر 350. يعني 350 لو انت هتاخد بايو وكيمستري، 270 لو انت هتاخد بايو بلس جيو او كيم بلس جيو اور اوكي. 200 لو انت هتاخد لو انت هتاخد كيم، يا رب، لو انت هتاخد كيم بس او هتاخد بايو بس. لو انت هتاخد جيولوجي بس فهتبقى ب 70، عشان الجيولوجي المنهج بتاعها اصغر شويه فعشان كده انا مقلله السعر بتاعها. لو انت جيت واشتركت معايا كيمستري بس او بيولوجي بس ودفعت 200، بعد كده حبيت ان انت تستفيد من الكورس الباقي فساعتها الخصم بتاعك هيبقى مطبق عادي جدا، مش هتدفع زياده.
مش هتدفع 270، هتدفع 200 عادي جدا اللي هو الفرق الناقص. لو انت اشتركت كيمستري اللي هو دفعت 200، بعد كده عايز تشترك بايو، واحنا اتفقنا ان كيمستري وبايو على بعض 350، فساعتها هيبقى ناقص كام؟ 150. هتدفعهم عادي، مش هتدفع اكتر. الدفع هيكون بقى تقريبا بعد 6 اسابيع. في المده دي انا اتمنى ان شاء الله انتوا تستفيدوا. والاشتراك بتاع بارت 2 انا بفكر ان هو ان شاء الله هيكون فيه خصم للناس اشتركت في بارت 1، هيبقى فيه خصم يعني ليهم. و ايه تاني؟ بس لو حد ناوي ان هو مثلا ينشر الكورس لاكتر من 200 او 300 شخص، بس ده في حاله ان هو استفاد من الكورس. يعني مش عايز حد يقول الله ده كورس جميل وهو ما خدهوش. لو حد حابب ان هو هيستفيد من الكورس ان هو هينشره مثلا لزمايله لاكتر من مثلا 200 شخص او كده، فممكن ساعتها يبقى ليه خصم في الكورس. آه، ايه تاني؟ ايه تاني؟ بس يعني انا عارفه ان انا طولت عليكم. المحاضره تعريفيه دايما انا بطول فيها، انا بعتذر عن ده. بس انا على قد ما اقدر بحاول ان انا افيدكم باكبر شكل من الاشكال، ان فعلا التاسيس هيكون اهم حاجه. توفيق. اتمنى لكم ان انتم فعلا تكونوا سعداء وتكونوا مبسوطين وتكونوا مستفيدين. عايزه بس اقول لك ان انا هبتدي اسبوع متاخر عن المدرسه. يعني المدرسه هتبتدوا انتوا خلاص في اول او. انا مش هبتدي في اول او قبل المدرسه، لان انا يهمني ان انت تروح المدرسه وتحضر من غير ما اكون انا قايله لك المعلومات، وان انت تستفيد لوحدك وان انت تحضر لوحدك. وانا دايما بعمل كده مع سنه اولى، ان انا بكون متاخره عن المدرسه اسبوع عشان انت تروح في المدرسه وتحضر بنفسك، ما تبقاش مستني البرزنتيشن بتاعتي عشان تحضر منها. عايزه بس اقول لكم ان انا يعني آه بفيدكم على قد ما اقدر، وده ملوش علاقه بان انا باذيكم او ان انا بخليكم حله اعتماديه عليا. والحمد لله سنه تانية هم تقريبا يعني اكتر من نص الدفعه معايا. وسنه ثالثه برضو الحمد لله. ف خلوا بس ان انتوا لما تيجوا تاخدوا اراء من ناس، انت ما تاخدش كورس ما تاخدش كورس، اعرف هو شخصيا واصل للمكانه اللي هو فيها دلوقتي ازاي. يعني ممكن يكون شخص هو اوريدي مستفيد، بس هو بيتكلم. يعني سنه ثالثه معظمهم اللي ما خدوش كورس في سنه اولى فهم بيعانوا دلوقتي في سنه ثالثه، في حين ان سنه ثانيه اللي معظمهم خدوا كورس في سنه اولى فهم حاليا الدنيا معاهم متظبطه بيفهموا اسرع بكتير. فحاول انت تبص على الصوره بشكل صح، وتبقى عارف ان انت ممكن تاخد الكورس بعد كده تمشي لوحدك، او انت تبقى بعد كده شايف ان خلاص انا شايف ان الكورس بيفيدني، بيقدم لي 1 2 3 وبيساعدني ان انا اقدر اقدم في مسابقات، بيوفر لي وقت ان انا اعمل 1 2 3، فانا هكمل مع الكورس. في كل الاحوال انت يعني ان شاء الله تبقى مستفيد. توفيق ليكم يا شباب المستقبل.